الديزاين والموشن جرافيك، وكمان الموشن جرافيك والتسويق واليو اي يو اكس. متدربين اشتغلوا في شركات كبيره، وناس منهم بقوا عندهم فريلانسر بيشتغلوا مع عملاء كبار من بره مصر. النهارده احنا هنا عشان اعرفكم على واحد من اكتر المجالات المطلوبه في العالم دلوقتي، وهو مجال اليو اي يو اكس ديزاين. المجال ده بكل بساطه هو المسؤول عن شكل وتجربه اي تطبيق بنستخدمه او موقع، ومن اول ما بنفتحه لحد ما بنقفله، يعني كل التفاصيل اللي بتخلي اي ابلكيشن مريح وسهل وجذاب للمستخدم. ده ببساطه شغل اليو اي يو اكس ديزاين. طب ليه المجال ده مهم؟ إن أي شركة دلوقتي حاليا سواء مصرية أو عالمية محتاجة ديزاينر يو أي يو إكس محترف يقدر يساعدهم إنهم يقدموا تجربة ممتازة لكل عملاء. والجميل بقى في المجال كمان إن مرتباته مش بس كويسة، هي حقيقي ممتازة. يعني في مصر اليو أي يو إكس جونيور ديزاينر بيبتدي من أول 10000 جنيه، السينيور ممكن يعدي ل 20000 جنيه وأكتر كمان. لو بنشتغل كفريلانسر نقدر ناخد من 30 ل 100 دولار في الساعة الواحدة على حسب خبرتنا. يعني المجال مش بس ممتع، ده كمان مربح جدا. وعشان كده وفرنا لكم محاضرة مجانية قوية جدا مع باشمهندس سمير وائر اللي معانا، هتساعدكم تفهموا المجال من أول خطوة وتاخدوا فكرة حقيقية عنه وعن شغله وفرصه ومستقبله كمان. وكمان محضرين لكم فجأة كبيرة جدا في آخر سيشن، اوعوا تفوتوها. وهسيبكم مع الباشمهندس سمير بقى إن شاء الله. انجوي. كنت بس حابة أسأل، هي المحاضرة إن شاء الله هتبقى مسجلة؟ يعني نقدر نسمعها تاني؟ هتبقى مسجلة، أيوة إن شاء الله. طيب، شكرا. العفو، تحت أمرك. طيب يا جماعة، انتوا قايلين الساعة 8 يعني احنا قاعدين مش بنعمل حاجة، فمعلش ممكن بس نستعجل شوية في الستبس بحيث نستفاد من الوقت ده، لأن الواحد بيبقى وراه حاجات تانية، أو يعني نستفاد بالوقت. فممكن يعني. هي الفكرة بس إن المايك عند الدكتورة فيه مشكلة، هي بتعدلها حالا وهنبتدي على طول. يعني أقل من دقيقة إن شاء الله. تمام إن شاء الله. ازيكم يا شباب، سامعيني؟
تمام. اختار معاكي حد من هشير معاكم ايوه السكرين بس كده. حضرتك واضح يا باشمهندس. تمام ماشي. آم، خلونا كده نبدأ سريعا. تمام. أنا باشمهندسة ميار، خريجة فنون تطبيقية قسم برودكت ديزاين. هكون معاكم إن شاء الله في كورس اليو اي يو اكس. وإن شاء الله الكورس هيبقى خفيف ولذيذ، حتى المجال كله أصلا خفيف ولذيذ، حتى السوفت وير بتاعه حلو جدا. فإن شاء الله تكون مستمتعين يعني. واحنا يعني من الاخر كده المجال لذيذ قوي. هتحس ان انت يعني مش بتشتغل على قد ما انت هتبقى مستمتع وبتلعب اصلا. طبعا مع التزام ببعض القواعد اكيد. فخلينا ان احنا نتكلم كده ونقول اول حاجة احنا المفروض هندرس ايه وهنعمل ايه والنظام بتاعنا هيمشي ازاي. فخليني كده اعرض لكم بقى ونبدأ. اول حاجة كلنا كده هيدوروا حوالينا اسئلة، خاصة لو حد اصلا ما يعرفش عن المجال. تمام. انا هبدأ معاكم كأنكم اصلا ما حدش يعرف حاجة عن المجال، حتى لو انت عارف. شخص ما يعني خلاص هو من تحت الصفر كمان. تمام. فشوية أسئلة كده أنا عارفة إن هي هتكون بتتكرر، ويمكن أنتوا أصلا سألتوها وأنتوا بتشتركوا في الكورس أو بتسألوا عن تفاصيل الكورس. أول حاجة، هلاقي شغل بعد الكورس ولا لأ؟ الكورس ده هو أول خطوة أنت بتبتديها. من الآخر كده إحنا سلم. تمام. أنت بادي من أول سلمة، محتاج توصل للسطح. السطح هو ده هو الشغل من الآخر. تمام. ما ينفعش تنط من الدور الأول للسطح على طول. ما ينفعش تطلع كده اول سلمه وتروح على السطح على طول تقول انا عايش شغل. لا، في شويه ستيبس لازم تكون ماشي بيهم، لازم تكون ملتزم جدا. خلينا نقول ان ان مشكله المجال الحاجه الوحيده ان في منافسه. انت هتدخل سوق العمل، فانت محتاج انك تعمل بروتفوليو قوي، مشاريع قويه، عشان تدخل منافسه بينك وبين اللي قدامك. تحاول البروتفوليو بتاعك تكون بتقنع اصلا لما تخش الشركه، تكون بتقنع المدير بتاعها انك فاهم، انك معاك برودكت مثلا شغال كويس، فاهم اصلا البرودكت ده شغال ازاي. مش مجرد انك عامل ديزاين وراسم شويه الوان وصور والحاجات دي، لان الديزاين مش بيعتمد على الصور والالوان وبس. تمام. يبقى اول حاجه ان احنا خلينا متفقين الكورس ده هو اول خطوه ممكن نبتديها. تمام. هيساعدك جدا انك هتعرف الاساسيات كلها بشكل عملي. هتتدرب على كل حاجه في المجال. الوظيفه بقى بتعتمد على شويه حاجات. اول حاجه انك يكون عندك زي ما قلت لك بروتفوليو قوي، سي في كويس، منظم، مكتوب كويس بشكل كويس. وانك الكورس دوت ما يكونش هو النهايه بتاعتك، لا، هو ده البدايه. انا ببتدي وبكمل بعده. ليه؟ المجال متطور. كل سنه او كل كام شهر كده بينزل ابديت اصلا في البرنامج او السوفت وير بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو فيجما. بيبقى فيه زي كده مؤتمر بيتعمل بيقول لك الابديت كلها. فانت لازم اصلا تكون بتتابع الناس، بتتابع تشوف ايه الابديتس اصلا اللي بتنزل على طول. المجال ذات نفسه بيتطور. يعني مثلا بيبدا يدخل جزء الاي اي مثلا، ان هو يساعدك انك تعمل ديزاين مثلا بشكل ما. خلينا متفقين ان الاي اي هو من صنع الانسان. تمام. فهو مش هيحل مكاننا خالص، لكن هو لازم نقدر ان احنا نستغله لصالحنا. عشان ما يجيش وقت بالاخر وهو يبقى مكاننا. فاحنا ازاي نستغل صح؟ دلوقتي فيجما بقى يتطور جدا، يدخل جزء اصلا من الجرافيك، كمان يدخل جزء من الاي اي. فده كله هيساعدنا. تمام. فاول حاجه ان احنا محتاجين نطلع ان احنا نعمل بروتفوليو، وده احنا هنعمله اصلا في الكورس. يعني انت اصلا من الكورس ده طالع عامل معاك بروجكتين. تمام. فدي بدايه كويسه جدا انك هيبقى عندك بروتفوليو. تاني حاجة انك بعد الكورس ان انا عليا ان انا اطلعك معاك بورتفوليو وعارف الاساسيات كل حاجة. تمام. تاني حاجة محتاج انك تطور بقى انت نفسك بعد الكورس. تبدأ تذاكر، تبدأ تتابع الناس، تبدأ انت تعمل بروجكتات تانية مع بعض مع نفسك، وتكمل البورتفوليو بتاعك، ما يقفش عند البروجكتين اللي انت هتعملهم في الكورس بس. تمام. يبقى ده اول سؤال، انا متأكدة ان كل الناس بيدور حواليها السؤال ده. طيب، اللي انا خدته في الكورس ده كفايه. احنا متفقين ان الكورس ده هو بدايه السلم. تمام. هو بدايه قويه جدا. بالنسبه كفايه ولا لا؟ من الاخر كده المذاكره ما بتخلص. يعني انت هتفضل طول حياتك في اي مجال، مش مجالنا بس. يعني مثلا اي مثلا حد عارف مثلا شغل المحاسبين، فهو من الاول مثلا كان بادئ بسيستم قديم قوي، وبعد كده اتطور، وبعد كده بقى فيه برامج. هو ده نفس الفكره. احنا بنبتدي بنعرف الاساسيات بتاعتنا، بنعرف كل حاجه. تمام. فانت خارج انت عارف حاجات كتير قوي قوي عن المجال، بتأهلك انك تقدر تشتغل. بس مش كفايه.
ليه؟ لان زي ما احنا قلنا احنا المذاكره ما بتخلص، فاحنا محتاجين نكمل اصلا بعد كده. تمام. طيب، هل المحتوى ده مناسب لحد مبتدئ؟ فهو 100% المحتوى اللي معمول عايز، او مش هو عايز، هو اصلا للناس اللي ما تعرفش اي حاجه، اللي زيرو خبره اصلا، زيرو معرفه اصلا عن المجال، وتحت الزيرو كمان. تمام. احنا اصلا هنبدا من تحت الصفر. اي حد ما ملوش في المجال ما يطمن خالص خالص. يعني انا بشرح مره واثنين وثلاثه وعشرة، هكون بتابع معاكم. يعني مش هقول لك 24 ساعه، بس هو انا بتابع معاكم في اي وقت، ما فيش مشكله. الأسئلة بفتح وقت للنقاش في الأسئلة طويل جدا براحتكم، ما بزهقش. بس ما بحبش اللي هو ان انا ابقى بتكلم واحس الناس مش معايا. تمام. فزي ما انا هديكوا كل ما عندي، انا محتاجه كمان ان انا يبقى في تفاعل كده بينا. تمام. وزي ما قلت لكم انا بسمح باي عدد من الاسئله واي تكرار، ما عنديش مشكله، بس المهم ان احنا نكون بنخلص السيشن انت فاهم كل حاجه. تمام. طيب، يبقى احنا زي ما اتفقنا المحتوى مناسب جدا لأي حد مبتدئ. كده كده في كل محاضرة بنعمل تاسكات كتير وبنتابع كتير. تمام. طيب، حتة بقى الكلية هتفرق ولا لا؟ خلينا نتكلم بصراحة. تمام. الكلية ما بتفرقش، وممكن حد أصلا ما يكونش لسه أصلا دخل الكلية ويبتدي في المجال وينجح جدا. بس في زي ايه، انت ممكن لو انت خريج مثلا حاسبات، خريج علوم حاسب، خريج كليات التصميم، فنون تطبيقيه او فنون جميله او كده، فانت ممكن تبقى مش سابق بخطوه، بس عندك شويه معلومات انا ممكن اكون بديها، انت ممكن تكون عندك نبذه عنها. تمام. فده محتاجه ان اي حد خريج من الكليات اللي انا قلتها دي ما يحاولش ان هو يشوشر على الناس اللي ما تعرفش حاجه. ليه؟ لان في ناس يعني بتحبط كده في النص، ان هي تحس ان الناس سابقاها. ف... فانا مش عايزه ده يبقى بيحصل بينا وبين بعض. احنا هنا اخوات وصحاب. تمام. هنساعد بعض ان احنا كلنا نبقى مستوانا كويس. فبعد اذنكم، احنا مش عايزه حد يكون مثلا ليه خبره في المجال او عارف في المجال شويه يشوشر على اي حد خالص. احنا مع بعض. اي حد محتاج اي حاجه. تمام. فالكليه مش هتفرق خالص. بس انت اللي مش خريج كليه الكليات اللي انا ذكرتها دي، فانت هيبقى عندك مثلا مجهود مثلا انك تبدا مثلا تعرف اساسيات التصميم، تعرف مثلا شويه حاجات. كل ده احنا بنعرفه كده كده في الكورس. ليه؟ لان زي ما احنا اتفقنا احنا بنبدا من تحت الصفر. طيب، ايه هي بقى العوامل اللي انا هتقيم على اساسها في الكورس؟ انا في شويه كده حاجات هكون بتكلم عنها. خلينا ممكن نقولها دلوقتي. احنا مثلا الكورس ان شاء الله بيبقى يومين في الاسبوع، كل محاضره 3 ساعات. المحاضره بتتقسم لثلاث اجزاء من الاخر. انا بشرح، في تطبيق في الحاجه اللي انت بتشرحها، وبنطبق في نفس اليوم، يعني في السيشن بنطبق. في زي التالت حاجه، في بريك في النص، بس البريك بيبقى لا يتعدى مثلا 10 دقائق، عشان احنا اصلا ال3 ساعات دول مش كتير. تمام. فاحنا هنبقى كل محاضره عارفين ان احنا معانا اللابتوب بتاعنا. تمام. معانا اللابتوب عشان احنا بنطبق على طول. ف... فاحنا يعني دوت هيبقى الدنيا. طيب، انا يا باشمهندس هتقيم على ايه؟ هتقيم ان انا همشيها شويه كده بشويه بوينتس. تمام. فكل واحد هيبقى ليه بوينت. البوينتس دي بتتقسم على اساس ايه؟ بتتقسم على اساس الحضور. تمام. ان احنا ما نغيبش اصلا، لان كل محاضره هتفوتك في الغياب فهي هتاثر عليك، لان كل محاضره فيه جديد. تمام. تاني حاجة تسليم التاسك في الديدلاين المظبوط، لأن هيبقى في ديدلاين لكل محاضرة. تمام. تالت حاجة التفاعل بقى. تمام. فهو كل محاضرة بالنسبة لي عليها 10 بوينتس. تمام. فإحنا في الآخر بيكون معانا مثلا أكتر ناس كويسة وكده. إن شاء الله كلكم إن شاء الله تشتغلوا، يبقى بيتوفر لهم مثلا زي تدريب أو شغل. إن شاء الله كلكم يعني هتطلعوا من الكورس ده مؤهلين جدا لسوق العمل إن شاء الله. وفي الاخر احنا بنمشي كلنا بتاسكات في السيشن. دي اول حاجه. تاني حاجه تاسك في البيت. تمام. تالت حاجه بعد ما بنخلص خلاص الكورس والتاسكات وكده، بنتقسم جروب وبنشتغل على الفاينل بروجكت، او هو الجرادويشن بروجكت اللي بتاخدوا عليه الشهاده في الاخر. تمام. الجرادويشن بروجكت ده بيبقى تيم، احنا بنتقسم تيمات. تمام. يبقى اول حاجه احنا كل واحد بيشتغل فردي، بيشتغل بروجكت لوحده، بنطلع البروجكت ده طول الكورس شغالين عليه. وفي الاخر بنتقسم تيمات نشتغل مع بعض، عشان تبقى جربتوا الحاجتين، اشتغلت لوحدك واشتغلت تيم وورك ان شاء الله. فتبقى انت بتنزل على البورتفوليو بتاعك انك اصلا اشتغلت مع تيم وورك، فانت مؤهل ان انت لما تيجي تشتغل في شركه انت عارف شغل التيم وورك بيمشي ازاي. تمام. طيب، هنتكلم في حته اللغه كمان.
هي مش عائق، انا كل حاجه هشرحها بالعربي، تمام. مراعاة يعني لأن ممكن في ناس ما تكونش أقوى حاجة في اللغة. أنا ذات نفسي أول ما بدأت في المجال كنت بخاف من اللغة وإزاي والإنجليش ومش عارفة إيه. فواحدة واحدة إحنا كده كده بنشرح بالعربي، بس في مصطلحات لازم أبقى عارفة الإنجليش بتاعها. عشان لما أجي أشتغل في شركة فيقول لك مثلا الستيك هولدر، يكلمك يقول لك مثلا يوزر اكسبيرينس، الكاستمر اكسبيرينس، فأنت تبقى فاهم أصلا المصطلحات دي عبارة عن إيه. ففي مصطلحات أنا ما ينفعش إن إحنا نتكلمها بالعربي، ما ينفعش ترجمها ترجمة حرفية. بس انا هنا في الكورس هبقى افهمها لك هي بالعربي معناها ايه، تمام. بس احنا في مجال بنتعامل بالمصطلحات بالانجلش عادي، انما الكورس كله ان شاء الله هيكون عربي، تمام. طيب، ترتيب بقى المحتوى وهنمشي ازاي وكده. انا دلوقتي احنا يعني خلصنا شويه الاسئله اللي بتدور في دماغنا كلنا. اتمنى ان انتوا تكونوا يعني ان شاء الله جاوبت على الاسئله اللي بتدور في دماغكم كلها. بالنسبه لفكره عشان في حد بيسال هو اوفلاين ولا اونلاين، في ان شاء الله متاح الاثنين. انتوا ممكن تقدروا تتواصلوا مع الاداره وتشوفوا انتوا المناسب معاكم ايه، تمام. طيب بعد كده هنتكلم على الكونتنت اللي احنا هنمشي بيه في الكورس. طيب ايه يا باشمهندسه الكونتنت؟ احنا معانا كام توبك كده؟ معانا حوالي 7 توبك هنكون بنتكلم عليهم. كل توبك ده تحته يعني يجي 5 6 مواضيع، تمام. فانا اول حاجه هبدا منها اصلا اعرف اليو اي واليو اكس ده ايه، تمام. بعد كده اعرف الفرق ما بينهم، تمام. النهارده لا، النهارده نظري. احنا النهارده محاضره تعريفيه بس، انا بعرفكم المجال، بعرفكم النظام هيمشي ازاي. احنا النهارده مفيش شغل خالص يا شباب. احنا النهارده كل اللي حاضر احنا ده مجرد ان انا بنتعرف على بعض وبنعرف المحتوى هيبقى ماشي ازاي، تمام. طيب اول حاجه احنا هنبقى بنتعرف ايه الفرق ما بين اليو اي واليو اكس، تمام. بعد كده هنعرف الفرق ما بينهم. طيب بعد كده هنخش في حاجه اسمها ال ثانيه واحده يا شباب معلش. تمام، خلينا نكمل يا شباب. بعد كده احنا هنتعرف على اليو اكس ده عبارة عن ايه، احنا بنشتغل ايه، تمام. وامتى اليو اكس ده هيبقى صح. هنتعرف على اليو اكس والاشكال بتاعته، تمام. وايه هو مراحل اليو اكس. وكمان هنتعرف على فيجما، هنتعرف على سوفت وير كمان اسمه ميرو، هنتعرف على نوشن. فيجما ده هو اللي هو انا شغال عليه اصلا. هو انا ببدا اعمل عليه سكرينات، هطلع منه سكرينات جاهزه، هطلع منه زي محاكاه كده للبروتوتايب، زي انيميشن الابلكيشن ده بيشتغل ازاي. ميرو ده انا ببدا ارسم عليه سكتشات، تمام. نوشن هو برنامج كده للبرزنتيشن، كل الحاجات دي نعرفها بالتفصيل كده. فنوشن ده هو برنامج ليه برزنتيشن احنا هنكون بنرفع عليه الشغل بتاعنا، تمام. طيب بعد كده هنتعرف على اليو اي، هنتعرف على الكالرز ازاي بنختار الكالرز. هنكون بنعمل سكتشات اصلا زي دي، بداية من أصلا السكتش يبقى مرسوم كده لحد ما يخلص السكرين أصلا. وكل الأشكال دي نعرف نتعلمها وسهلة جدا وهتبقى لذيذة جدا، تمام معانا، تمام. طيب بعد كده خلينا كده نتكلم على الفرق أصلا بين اليو أي واليو إكس. خلينا كده أسألكوا سؤال الأول.
هل هو اصلا في حد قبل كده سمع مصطلح اليو اي واليو اكس ده؟ ولو سمع عنه ايه؟ يعني اتناقشوا معايا، خليكوا كده اللي هو جاوبوا براحتكم، مفيش اي مشكله خالص. حتى لو غلط يعني مفيش كده كده حاجه غلط، تمام، بس ممكن في حاجه صح وفيها صح. فيعني افتحوا كده وشاركوني وفكروا كده معايا. إيه، انا آه، سارة. انا بس بدور على اللي هي برفع فيها ايدي بس عشان التنظيم، بس ما لقيتهاش. تمام. انا بالنسبه لي اليو اي واليو اكس، اليو اي ده ال- الديزاين والشكل يعني الفيجوال يعني. اليو اكس تمام. هو الاستخدام هو الاستخدام ازاي بقى بتستخدمي سهولة الاستخدام او التعقيدات او whatever ال الرحلة يعني بتاعت الابليكيشن مثلا هتبقى عاملة ازاي يعني في الاستخدام. تمام ماشي. حلو. في رانيا كمان قالت ان اليو اي هو الواجهه، واليو اكس هي الحته التفاعليه اللي بتتعمل بس ما بتبانش للعميل. تمام. مصطفى بيقول ان هو سمع عنه لكن مفيش اي تفاصيل. طيب ايه، فكروا كده معايا تاني. طيب ايه اللي انتوا سمعتوه؟ طيب، بالنسبة لليو اي يو اكس، هي المفروض اليو اي هي اليوزر انترفيس اللي هي واجهة المستخدم، ودي بتكون كل حاجة خاصة بالكالرز والايكونز والخطوط الفونتس وكل حاجة خاصة بالشكل الخارجي. تمام. اليو اكس دي حاجة خاصة بالاكسبيرينس بتاعت اليوزر نفسه، التجربة بتاعته مع الابليكيشن، ازاي هيتفاعل معاه، الرحلة بتاعته اليوزر فلو هتكون عاملة ازاي. كل حاجة خاصة ان احنا نوفر افضل تجربة ممكنة للمستخدم في رحلته، سواء بقى في ابليكيشن او في ويب سايت. تمام. حلو. ايه تاني؟ تمام. ماشي يا نور الدين. بصي يا رانيا، هي الحاجات دي مع الإدارة مش معانا. تمام. طيب خلينا كده نتكلم على اليوزر اكسبيرينس اللي هو اليو اكس. تمام. اليو اكس زي ما معظم الناس اتكلمت، هو تجربة المستخدم. اليو اكس اللي هو اليوزر اكسبيرينس، ترجمتها الحرفية هو تجربة المستخدم. طيب ايه بقى تجربة المستخدم دي؟ هي التجربة الكاملة مع المنتج او الخدمة. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي رحت عايزة اشتري مروحة. تمام. خلينا نتكلم عن اي منتج في العموم بقى. رحت اشتري مروحة. تمام. واشتريت المروحة دي ايا كان شكلها عامل ازاي. وجيت اشغل المروحة دي، لقيت ان انا الزرار عشان اشغله محتاج اضغط عليه كذا مرة. مش عارفة، الزرار صغير قوي لما اجي اضغط عليه. بعد ما ضغطت المروحة بتعمل صوت عالي قوي. طيب كل ده هو التجربة بتاعتي عاملة ازاي. انا بتعامل مع المنتج ده ازاي، سواء كانت كويسة او سواء كانت وحشة. والله انا ممكن اشتري المروحة، والله لا، بتشتغل كويس جدا، ما بتعملش صوت وهي بتشتغل، الهواء بتاعها كويس، فدي تجربتي معاها كويسة. لكن ممكن انا مثلا حاجة تانية اشتغل لا، ده في مشكلة، ده انا اشتريتها ده بعد ما اشتريتها في مشكلة فيها، اللي بتعمل صوت عالي قوي، مزعجة، مش عارفه اتعامل معاها، مش عارفه اصلا الزراير دي بتعبر عن ايه. فكل دوت انا بتعامل تعاملي مع المنتج ده هو اليوزر اكسبيرينس. تمام. طيب لو انا مثلا بشتغل فتحت مثلا ابلكيشن زي ابلكيشن طلبات، ففتحته مش عارفه اوصل مثلا ازاي اطلب، تايه جوه، الحاجه زحمه، كل ده هو اليو اكس. ده انا فتحته لقيت الحاجه في وشي جدا اللي انا عايزه اعملها. اما جيت اسرش وصلت بسرعه جدا للحاجه اللي انا بسرش عليها. اما جيت ادفع، وانا بدفع ما طلبش مني معلومات كتير. يا دوبك انا دخلت مثلا، قلت هطلب كاش فخلاص، او هطلب فيزا فطلب مني رقم الفيزا وخلص الموضوع. ما عادش يطلب مني تفاصيل كتير قوي اكتبها وادخلها. كل ده هو اليوزر اكسبيرينس. تمام. يعني ممكن في ناس مثلا، اقل مثال، انت مثلا داخل تحجز كورس او داخل مثلا تسجل مثلا في وظيفه، تمام، ولقيت الوظيفه دي طالب منك اكتر من 20 سؤال تجاوب عليه. انت ذات نفسك هتزهق وما تكملش. تمام.
لكن مثلا لو هو طالب منك مثلا ترفع السي في، مش عارف تحط البورتفوليو بتاعك، تجاوب على سؤالين كده، هتلاقي انت ذات نفسك بتبدا اللي هو ايه، تشترك في الكورس، تشترك في الوظيفه. فانت يعني كل ما كانت الحاجه سهله في الاستخدام، كل ما الحاجه بالنسبه لي بتاعتي ناجحه. تمام. طيب، شغل اليو اكس ديزاينر ده ايه؟ هو ان انا بفهم المستخدمين بيحتاجوا ايه، عندهم مشكله في ايه، بيحبوا ايه ويكرهوا ايه. تمام. طيب بعد كده انا ببدا اخطط للرحله اللي انا ببدا اعملها، خطوات الاستخدام من اول ما هو يبدا يستخدم المنتج. المنتج ده بيحقق له الهدف، طب هو بيحقق له الهدف بسرعه ولا ببطء ولا بسهل ولا لا. طيب انا بيبقى عندي حلول عمليه، اليو اكس ديزاينر ده بيبقى عنده حلول عمليه ازاي يسهل على المستخدم يوصل للهدف. طيب انا ازاي هوصل للحلول العمليه دي؟ من كتر اللي هو ايه، بتعامل بقى مع منتج ومنتج ومنتج، بفهم المستخدم، ببدا ادور له على حلول، بجرب الحلول دي واشوف الحلول على المستخدم دي نجحت ولا لا. كل دي بينمي عندي قوة التفكير، ان انا اما حد يقول لي حاجة الاقي عندي الفكرة حضرت على طول. تمام. ببدا احلل البيانات، يعني بيجي لي شويه معلومات، ابدا اقول مثلا والله انت، الناس مثلا بتستخدم الابلكيشن ده، مثلا دول شباب، لا دول كبار، لا دول اطفال. فابدا اعرف مثلا التحليل بتاع الناس دي، هم بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، طب هم مثلا لو عملت لهم الالوان دي، الالوان دي هتبقى مناسباهم ولا لا. يعني ما اروحش مثلا اعمل مثلا للاطفال الوان مثلا ابيض واسود، لا ده لو انا مثلا عايزه اعمل ابلكيشن تعليمي للاطفال، فانا ابدا احط له الوان كتير فيبدا ينجذب عشان يبدا يستخدم الابلكيشن، وهكذا. طيب، مثال عملي بقى، لو انا دلوقتي بطلب اكل، تمام، ورحت اتصلت بالمطعم ولقيت المطعم رد عليا بسهوله، اخترت بتاعي، تمام، الدليفري، والله قلت له انا ساكن في العنوان كذا، شقه كذا، الدور كذا، تمام. كل اللي عمله هو لقيت الدليفري بيخبط عليا وخلاص خده، تمام، سلمته الفلوس وكل حاجه تمام. تعالى بقى لو حد مثلا تاني طلبت اكل، انت ساكن فين، اديته العنوان، بعدها ب 10 دقايق لقيت الدليفري بيتصل بيا، حضرتك ممكن تبعت لي اللوكيشن، بعت له اللوكيشن، بعدها ب 10 دقايق تاني، انا والله وصلت في اللوكيشن، انت اني بقى عماره، انا مش عارفه ايه، من كتر التليفونات انت اصلا هتزهق تطلب تاني. تمام. فهي دي تجربه المستخدم، سهله ولا صعبه؟ تمام. طيب اليو اي بقى، اليو اي هو كل حاجه مرئيه انا بشوفها. طيب انا مثلا دلوقتي فتحت الموبايل، تمام، او المروحه دي، الزرار مثلا مدور مربع، الارقام مكتوبه مثلا عربي انجليزي، الرقم مكتوب كبير ولا صغير، اللون مثلا احمر ازرق اخضر، اللون فعلا مناسب ولا لا. هو ده شكل اليو اي بقى، كل حاجه انا بقدر اشوفها هو ده اليو اي. تمام. طيب شغل اليو اي بقى ده بيشمل ايه؟ وانا بصمم الشاشات، ببدا اختار الالوان، ببدا اصمم الايكونز اللي محطوطه عندي، اصمم الزراير. طيب ببدا اطبق بقى كل الحاجات اللي انا جمعتها من اليو اكس اطبقها في اليو اي. يبقى اليو اكس بالنسبه لي هو ان انا بفهم المستخدم، بدرس المستخدم، بدرس السوق بتاعي، وابدا اطلع بشويه معلومات كده، اطبق المعلومات دي في اليو اي. لو انا مثلا نفس التطبيق مثلا او نفس الحاجه اللي انا بعمل بطلب منها الاكل دي، تمام، دخلت مثلا لقيت اللون مثلا فسفوري، مش عارفه الزرار مثلا اللوجن صغير قوي، مش واضح، كل الحاجات دي بتخليني ان انا مش قادره، مش او مش عارفه استخدم الابليكيشن. لكن لو مثلا الزرار واضح، اللون مناسب جدا مش متعب للعين، الحاجه مثلا شكلها واضح، الصوره حقيقيه، كل دوت يو اي ناجح. تمام. طيب بعد كده خلاصة الموضوع ده بقى ان اليو اكس هو ازاي الحاجه دي بتشتغل، سهله ولا معقده. طب اليو اي شكل الحاجه دي ايه، تمام، حلوه ولا وحشه. تمام. حد عنده مشكله في البوينتس اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ لا تمام. طيب حد لحد دلوقتي مثلا سمع وما كانش عارف مثلا عن المجال، او ما كانش عارف ايه هو اليو اكس وايه هو اليو اي، فهم اصلا ايه هو اليو اكس واليو اي؟ حد بقى عنده مشكله ان هو ما فهمش لسه؟ تمام. نكمل. تعالوا كده ناخد شويه امثله. تمام. لو انا رايح مطعم، تمام، ودخلت، اول ما بدخل الجرسون بيبدا يستقبلك كويس، بيديك المنيو، المنيو سهل، مش مضطر انك تقعد تدور كتير، بعد ما طلبت الاكل، الاكل وصل بسرعه وكويس سخن، مثلا الدفع ما قعدش فتره طويله، خد منك الفيزا والدنيا تمام، الجو مريح والكراسي مريحه، ده كله يو اكس كويس. طب لو اليو اكس مش حلو، انت مثلا دخلت قعدت شويه كتير قوي قبل ما حد عبرك، المنيو مش فاهم اصلا كله مثلا بالانجليزي وكلمات ومصطلحات انت مش عارفها، الاكل بيوصل متاخر، اما تيجي تدفع مثلا تلاقي مشكله مثلا، ده ما فيش فكه، ده انت هتدفع فيزا تلاقي مثلا المكنه شغاله تصرف لنا وهات لنا فلوس. هي ديت اليو اكس مش كويس.
طب لو اليو اي شكل المنيو كويس، سهل مثلا ان انا عارفه اقراه، الصور مثلا اللي محطوطه هي صور الحاجه اللي بتنزل لك، الالوان كويسه، مثلا الكرسي اللي انت قاعد عليه مثلا شكله كويس، متناسق مثلا مع الديكور، كل دوت اليو اي بتاع المكان ذات نفسه. تمام، كويس. يبقى احنا خلينا متفقين ان اليو اي واليو اكس هو مش معتمد على فكره الابلكيشن التطبيق، لا، هو في حياتنا كلها. القلم اللي احنا بنستخدمه ده ممكن يبقى شكله حلو بس مش عارفه استخدمه، فيبقى اليو اكس بتاعه مش كويس. تمام، يبقى اليو اي واليو اكس هو منطبق على اي حاجه حوالينا. لو انا مثلا تطبيق اكل زي طلبات او اوبر ايتس، تمام، وانا فتحت التطبيق ده لقيت المطاعم مثلا بسرعه، عندي فلتر مثلا اقدر ان هو يفلتر المطاعم القريبه مني، او مثلا انا محتاجه مطاعم مثلا فاست فود بس، فابدا افلتر دوت. آه، ضفت الاكل مثلا بسهوله، قدرت ان انا ادفع بسرعه، قدرت مثلا بعد ما طلبت اتابع مثلا الاوردر ده وصل فين وقرب ولا ما قربش. كل ده بالنسبه لي يو اكس كويس. طب لو هو بقى اليو اكس مش كويس، انت مثلا طلبت الاوردر وقعدت ساعتين ثلاثه مثلا مش عارف الاوردر ده لسه في المطعم، وكل ما تتصل بيهم لا ده طلع ده طلع ده طلع، بس انت مش عارف هو فين. تمام، بعد ما تطلب مثلا تكشف، تلاقي مثلا ان في رسوم اضافيه مثلا ما كانوش كاتبين عنها. يعني مثلا بداوا بقى يطلعوا مثلا مش عارفه 10% خدمه، 10% ضريبه، مش عارفه 10% ايه كمان. انت اصلا ما يكونش مثلا منبهك ان في حاجه شبه دي. تمام، الاكل مثلا كله سايح على بعضه مش فاهم دوت. لو انت عايز تروح مثلا تطلب من مطعم معين تبدا تسيرش مثلا في 100 مطعم عشان توصل لمطعم معين، مفيش سيرش. كل ده يو اكس مش كويس. كويس. لو اليو اي بقى اهم حاجه يكون مثلا الالوان كلها متناسقه مع بعض، ليها علاقه باللي احنا مثلا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، يعني احنا نتعلم ازاي اصلا اختار الالوان. ان مثلا الوان مثلا الصحه مثلا بتبقى متجهه للاخضر والازرق، الوان الاكل مثلا متجهه للبرتقاني للاخضر، مثلا ابلكيشنز الاطفال بتبقى الوان كتير. فاحنا هنتعلم اصلا ازاي نختار الالوان وامتى اختار اللون ده للتطبيق دوت مناسب ولا لا. تمام. طيب لو اليو اي بقى سيء هتلاقي مثلا الالوان مش حلوه، او مثلا فاقعه قوي، او بهتانه، الخط صغير مثلا مش عارف تقراه. الايقونات مثلا ممكن اكون عامله ايكونز مثلا ومش فاهماها، يعني انا مش عارفه الايكونز دي بتعبر عن ايه، فاما اضغط على الزرار ده هيعمل لي ايه. ممكن اما اضغط على الزرار ده مثلا يزود لي فلوس، يكون مثلا او يكون اوفر مثلا هم عاملينه بشكل مختلف عشان الناس ما تقدرش ان هو تستخدمه كتير، وهكذا. تمام. طيب لو انا مثلا مثال كمان، لو انا رايحه اعمل، كلنا بنسحب فلوس من الاي تي ام، وكلنا بيحصل معانا، مفيش حد ما حصلش معاه مشكله كده او ما بيبقاش رايح وهو داخل على الاي تي ام متوتر اصلا ان هو يسحب فلوس. ليه؟ لان انت اصلا بحركه واحده ممكن الفلوس دي تتسحب منك او الكارت الفيزا يضيع، فبنبقى حريصين جدا. فانا لو الماكينه اللي قدامي دي او الشاشه اللي قدامي دي مش معمول لها يو اي ويو اكس كويس، فدي هتبقى مشكله. تمام. زي مثلا من فتره كده كان في حد بيتكلم ان بعض ماكينات بنك القاهره بدات تعمل الانتقال مثلا عن طريق السويب، وانت واقف قدام المكنه مستني مثلا إن في زرار تضغط عليه، لا هو انت المفروض هتنقل بالسويب مثلا بالجنب، فدي كانت تبقى مشكله. تمام. طيب ده فكره ايه اليو اي واليو اكس، امتى يكون ناجح وامتى يكون لا. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تمام. دلوقتي كده خلينا نبص على الصورة دي. لو جينا عند اليو اكس هنلاقي اليو اكس ده هو السيرش اللي احنا بنعمله، ال- الديزاين مثلا، الانفورميشن اللي احنا بنجمعها، الاستراتيجي اللي احنا بنمشي عليها، التخطيط اللي احنا بنعمله. طيب اما اليو اي هو مثلا الكلام او الحروف اللي احنا بنكتبها اللي هي التايبوجرافي، الكالرز، الجرافيك ديزاين بتاعنا عامل ازاي، او الصور، الفيجوال ديزاين او الحاجات المرئية كلها عاملة ازاي. يبقى ده تقسيمه ايه هو اليو اكس وايه هو اليو اي. تمام. طيب تعالوا كده نبص كده، يعني حاجه فكاهيه جدا. لو احنا يعني جينا مثلا للنودلز مثلا، تمام، شكل الطبق، تمام، والعصايه اللي هي معاه والحاجات دي كلها، هو ده اليو اي. طيب انا ازاي بقى استخدم العصايه، وهل هي مريحه ولا لا في الاستخدام، وعرفت استخدمها ولا لا، وكل الكلام ده هو اليو اكس. تمام. يبقى اليو اي هو شكل الحاجه بتاعتي، اما اليو اكس انا ازاي استخدمها سواء كانت سهله او كانت صعبه. تمام. طيب خلينا كده اسالكم بقى سؤال. وازازتين الكاتشب دول اكيد كلنا عارفينهم، اللي هي الازازه دي، تمام، والازازه دي.
كلنا كده يعني، انا محتاجه الناس بقى ترد عليا وتتفاعل معايا. شايفين انهي احسن وليه؟ يعني محتاجه بقى كل الناس كده تجرب تقول. يعني انت من خلال تجربتك انت كمستخدم، شايف انهي احسن وليه؟ اكيد اليو اكس اللي هي مقلوبة علشان سهولة الاستخدام والنظافة وكل حاجة. تمام. طيب المصطفى بيقول اللي هي مكتوب عليها يو اي، يعني عايزه تفسير. يعني انت بتقول دي ليه احلى، وحد يقول لي برضو، كل حد يقول لي هو ليه مختار دي. طيب، هي اليو اكس طبعا هي الافضل، لان هي بتسمح للي بيستخدمها ان هو يتحكم في كمية الكاتشب اللي نازلة. بلس ان هي اصلا زمان كانت الازازة بالشكل اللي هي عليها، في المكتوب عليها يو اي. بس مع تطور تجربة المستخدم، يعني دي مثال او نموذج لليو اكس، ان ازاي ان احنا بنحاول نشوف ايه المشاكل اللي بيواجهها اليوزر في اي برودكت بيتعامل معاه، وان احنا نحلها. فهي كانت زمان بالشكل اللي كانت عليه كيو اي، وبعد كده اتطورت للشكل التاني اللي هو اللي على الشمال مكتوب عليه يو اكس. طيب هي كانت اصلا زمان كان فيها مشكله ايه عشان اصلا يطوروها للشكل ده مثلا؟ مع العلم الشكلين لسه بينزلوا لحد دلوقتي. يعني الشكلين موجودين وموجودين في كل المكان. كل واحد بيجيب اللي هو عايزه. ف... فمثلا انت لو انت رايح تشتري، ماشي قول يا احمد. أنا من وجهة نظري إن هو على حسب تجربة المستخدم. يعني هو في مستخدم ممكن يبقى حابب الإزازة بتاعت اليو إكس، وفي مستخدم يبقى حابب الإزازة بتاعت اليو آي. طيب الشركة المنتجة اللي هيبقى حابب ده او حابب ده حبه ليه؟ على حسب تجربته هو الشخصية. يعني الشركة بتحاول إنها تراضي جميع الأطراف. أنت ماشي. بتحب ده علشان ده أريحية في الاستخدام، سهولة في التعامل، تاني ده أفضل لك في الكمية، ده مش عارف إيه. فأنا ما خسرتش في نفس الوقت أنا ما خسرتش جروب 1 اللي هو يو آي، وجروب بي مثلا اللي هو يو إكس. نزلت منتج يرضي الجروبين عادي، ما عنديش أي مشكلة. تمام ماشي. هي الفكرة في الإزازة اللي على الشمال إن هي بتدي تحكم أكتر في الكمية اللي إحنا عايزينها، على عكس التانية لازم نقعد نقلبها ونقعد نخبط شوية أو نرجها شوية. وممكن تفضل كمية في الآخر موجودة فيها وما نعرفش نطلعها. ماشي. هو بس كنت تمام. حابة أقول نقطتين. أول نقطة، إنه اليو أي اللي قدامي ده لازم يبقى في ستور، يعني في السوبر ماركت لازم يبقى بالشكل ده. اليو إكس اللي قدامي ده لازم يبقى على التيبل في ريستوران، لازم يبقى كده عشان أنا يبقى سهل عندي إن يعني easier to use. دي نقطة. النقطة التانية إنه تعديل الإزازة نفسها دي، اليو اي هي جلاس ازاز، فانا مثلا هحب ان دايما الحاجات اللي فيها احماض او فيها زي الكاتشب او كده تبقى في كونتينر ازاز افضل بالنسبه لي. في واحد مم. تاني هيفضل انها تبقى بلاستيك، مش مشكله تتفاعل مع البلاستيك او الكونتينر، انه اقل جوده من الجلاس، ولكن اسهل في ان انا بعمل بوشنج فينزل الكونتنت اللي جوه ويبقى سهل ان انا اعمل سبريد على الاكل او كده. حلو جدا. فهي الفكرة في شكله فين وامتى، وانا هستخدمه انا حابة اكوردنج للمستهلك. ولذلك هي تعتبر تو فريم، يعني وجهتين. ماشي. حلو. ايه تاني؟ تمام. متهيألي محدش جاوب غلط. كلكم يعني. هي دي فكرة بقى اليو اي واليو اكس. انت ممكن تبقى بالنسبة لك حاجة مريحة، وبالنسبة لشخص تاني ما تكونش مريحة. تمام. هنا الفكرة ايه؟ الفكرة ان هنا اللي هي مكتوب عليها يو اي دي، الاتنين ممكن يكون شكلهم كويس. تمام. ممكن تبقى شكلها ازاز مثلا، شكلها اشيك مثلا شوية. تمام. بس مشكلة مثلا بتاعت الازاز دي انك محتاج كل ما تيجي تستخدمها تبدأ تقلبها شوية، وتخاف بقى تسندها بحاجة لا تقع تتكسر تحصل. تفضل تخبط عليها زي ما حد قال كده عشان تنزل. طيب بتاعت اليو اكس اللي مكتوب عليها كلمة يو اكس دي، سهلة ليه؟ سهلة ان هي كده كده اصلا هي مصممة ان هي تتحط على الغطا بتاعها. تمام. يعني هي اصلا الاساس بتاعها مش بتتحط على القاعدة، لا هي بتتحط على الغطا. الغطا هو القاعدة بتاعتها. ليه؟ عشان اصلا المحتوى اللي جوه ده يكون دايما لتحت. فانت لما تفتح بيبقى سهل الاستخدام اصلا. تمام. مش هتفضل تقعد تضغط. حتى كمان لو هي محطوطه على القاعده اللي هو العكس،
اما بتيجي تقلبها الدنيا بتبقى سموز اكتر وبتتحكم في الكميه فعلا. يعني انت ممكن اصلا في بتاعت اللي هي مكتوب عليها اي دي تيجي تنزل حاجه بسيطه، تلاقي رجيت رجه واحده تلاقي كل الازازه نزلت. تمام. فدي الفرق ما بينهم هما الاثنين. طيب خلينا نستخدم كده نشوف لوحه الاسانسير دي، وتفتحوا كده تقولوا لي حد مثلا شايف ايه من خلال الصوره دي. الأرقام مش مترتبة. بس صعوبة هي مترتبه بالطول. ماشي. صعوبة في القراية يعني، تضييع للوقت ولخبطة غير حلو. منظمين. حلو. في ايه تاني؟ أرقام في من أرقام تحت ناقصة كمان. من تحت لفوق. المفروض ماشي. انا بمشي 1 2 3 من فوق لتحت، مش من تحت لفوق. تمام. او طيب. لو هحط الزوجي لوحده والفردي لوحده مثلا، لكن هو حاطط الزوجي والفردي مع بعض في نفس العمود. طيب انتوا متعودين على ايه في الاسانسير؟ يبقى الترتيب من فوق لتحت مثلا. في بعض الاسانسير بتحط الزوجي والفردي احيانا. مم. ماشي. حد عنده حاجة تانية؟ ما فيش بقى البي 1 والبي 2 اللي هو البدروم البيزك ليفل، ما فيش في مش يعني هنعتبره ان هو مش عمارة فما شرط. فيش روم، فهو الجي بس اللي هو الجراوند بس. مم. ماشي. حلو. تمام. تخيل كده انت لو مستخدم دخلت الاسانسير ده ومتعود على الترتيب المنطقي اللي موجود في كل أي اسانسير، واحد اتنين تلاتة جنب بعض. تمام. وضغطت على رقم اتنين، وانت من غير ما تبص، يعني هو انت دايركت ايدك راحت على رقم اتنين من غير ما تبص كده على الارقام، انت هتلاقي نفسك في الدور العاشر. يعني هتلاقي مثلا انت لسه هتستعد عشان تنزل، هتلاقي نفسك الاسانسير طالع بيك للعاشر. تمام. فدي اكتر حاجه يو اكس. خلينا بقى نطلع كده بمعلومه، وده قانون اصلا في اليو اكس، انك ما تعملش لليوزر حاجه مختلفه عن اللي متعود عليها. يعني لما تيجي تصمم ابلكيشن او تصمم برودكت، ما تروحش تصمم حاجه هو مش متعود عليها. تمام. ده مثلا البتاع شكلها حلو، مفيش مشكله، شكلها حلو ومنوره وكله جميل، بس تعالى بقى انت كده ضغطت على اي زرار فيها هتلاقي نفسك اصلا عايز تطلع للتالت هتلاقي نفسك في الدور العشرين، عايز تنزل مش عارفه للتاني هتلاقي نفسك في الدور طلعت للدور العاشر. فانت متعود على حاجه، خلي اليوزر يستخدم بالحاجه بنفس ما هو متعود عليها، لان اليوزر مش هيروح يستخدم حاجه جديده غير لو هي شبه اللي هو متعود عليه. تمام. طيب تعالوا كده نشوف المج الجميل الكيوت ده، ايه رأيكم فيه وانتوا شايفين منه ايه كشكل مثلا؟ هو غير عمل. كشكل هو كشكل يو اي تمام، بس كيو اكس لا مش كويس، لان الودان بتاعت القطة دي الشخص ما يجي يشرب منها ممكن تخش في عينيه لو طفل مثلا، وبرضه حد كبير يعني ممكن هتتضايقوا في الشرب. طيب ما انا ممكن اشرب من حتة تانية. ما هو ما فيش غير الجزء بس اللي ورا الودان ده للشرب. ماشي. هاي ايه تاني؟ فكرت امسكها بايدي الشمال هيدلق اكيد، يعني جمال حالته هو مش مناسب تاني. ماشي. حلو. هاي ايه تاني؟ حلو جدا. هو شكله جميل و... واحنا مثلا ممكن لو هو اصلا يعني احنا هو ده مجرد صورة مرسومة يعني، بس هو لو ديزاين مثلا في المكان بقى ومتنفس حلو وكده والوان لطيفة وكده، ممكن انت اي حد ينجذب له ويشتريه. بس هيجي يستخدمه هيلاقي عنده مشكلة كبيرة جدا ان هو من جميع الاتجاهات مش عارف يستخدمه. يعني انا مثلا لو بصيت على الجزء ده، هو ده الجزء المنطقي اللي المفروض اشرب منه. تمام. انا لو جيت اشرب منه البتاع ده هيدخل في عيني. طيب لو جيت اشرب من هنا الماسكه بتاعته هتبقى فظيعه، يعني هي هتوجع ايدي عشان اشرب حاجه. لو جيت اشرب من هنا اكيد مستحيل ان انا هو هعرف اشرب اصلا ما بين هو ما يخدمش الناس اللي هي ايديها شمال. ولا هيشرب يمين. ازاي؟ ولا هو ممكن يمين شوية يعني، ممكن، لكن هو الشمال ولا استحالة. يخدم اي حد. اه. تمام. فهو انا مهما حاولت ان انا اشرب من جميع الجهات الاقي ان في مشكله. بس هو ايه كيو اي كويس وشكله حلو. تمام. فاحنا هنطلع بقى من هنا بمعلومه جديده، ان مش كل حاجه شكلها حلو سهل في الاستخدام. تمام. يبقى انا بالنسبه لي كل حاجه شكلها حلو ممكن تبقى شكلها حلو هقدر اشتريها، بس انا ممكن بعد ما اشتريها او بعد ما استخدمها الاقي انا مش عارفه استخدمها، عندي مشكله. تمام. يبقى انا اما اجي اصمم او اعمل ديزاين انا ما بركزش على الشكل. تمام.
في كده مقولة كده بنقولها في الديزاين: الشكل يتبع الوظيفة. يعني انا بشوف الوظيفة اللي عندي ايه وانسق الشكل اللي عليها، مش الشكل الاول وبعدين يجي الوظيفة. تمام. يبقى ده مج انا محتاجه اشرب فيه، فانا محتاجه ان انا اعمله ان هو يكون كويس وانا اعرف اشرب منه. تمام. لكن ده شكله حلو بس ما اداش الوظيفه بتاعته خالص. تمام. احنا هنا طلعنا ان احنا ما باول قانون كده معانا ان احنا ما بنعملش ديزاين مختلف عن اللي اليوزر متعود عليه. تمام. طيب هنا مش كل حاجه شكلها حلو اليو اكس بتاعها ناجح. تمام. تمام. طيب تعالوا مثلا لده. نفس الكلام يعني. بصراحة شايفة ان اليو اي بتاعه مش كويس واليو اكس كمان، يعني ولا شكل ولا استخدام. ماشي. ها بالظبط. ايه تاني؟ حد عنده كلام تاني؟ هو هنا ممكن يمثل خطر لو واحد بيستخدمه أصلا، لو في مية سخنة أو حاجة وماسكها وبيدلق منها ممكن يدلق على إيديه، فكده أنا بمثل خطر على اليوزر. تمام ماشي. حلو. طيب المج ده. الإيد بتاعته غير الإيد المتعارف عليها، إن اليوزر مش متعود على الماسكة دي. ماشي أقرب. حلو. مش يتمسك اساسا، هو لو اتمسك كده يبقى ما اداش وظيفته برضه يعني. ماشي حلو. كان في دعاء رفاء ايديها، مش عارفة هي اتكلمت ولا لا. قولي. لا لسه ما اتكلمتش. هو احنا كده من وجهة نظري يعني ان المج ده انا بحصر استخدامه في حاجات معينة، يعني بحطه في اطار كده ان انا ممكن مش هقدر استخدمه غير والمشروب مثلا بارد عشان اقدر امسك البادي بتاعه، او استخدمه في مشروبات باردة بس، يعني بحطه في حتة محددة بس مش بيبقى واسع حلو. الاستخدام. ماشي. يعني كده معنى كده اصلا انا شبه بلغي الايد اصلا لان انا مش عارفه امسك من الايد، لان انت اه. بتقولي انا همسك من البادي. حلو اه. ماشي. بس بقى قصدي ان انا احدد كده بقى انا بحدد استخدامه بالنسبة للمستخدم، مش بيبقى فليكسبل معايا، مش بيبقى بيقدر يستخدمه في في كل الحاجات. تمام حلو جدا. برافو. ماشي. يبقى احنا هنا المج ده اصلا حتى لو الحاجه اللي فيه ساقعه، انا مهما حاولت ان انا امسكه من الايد بتاعته، اصلا المج هيبقى تقيل قوي وهيوجع عضلات ايدي. تمام من الاخر كده. فاحنا طلعنا بقى من كل الحاجات دي ان احنا ما بنصممش حاجه مختلفه عن اللي اليوزر متعود عليها، ما بصممش حاجه شكلها حلو بس، لا لازم الاستخدام بتاعها يكون كويس، بيأدي الوظيفه كويس. لان انا اهم حاجه عندي ان إن المستخدم بتاعي يستخدم الحاجه ويستخدمها صح، يأدي الوظيفه بتاعتها. تمام. طيب تعالوا كده بعد كده نخش بقى في جزء بقى الفيجوال مثلا. تمام. هو موجود وواضح ان دوت الوحش وده اللي حلو، يعني هي علامة الصح والغلط موجودة. محتاجة بقى كده كده يعني نشارك بقى في حتة بقى اللي هو السكرينز كده، نفتح المايك كلنا وكل واحد كده يبدأ يقول دي غلط ليه ودي صح ليه. ويمكن في ناس يعني انا عرضت ده قبل كده على جروب، وفي ناس قالت ان اللي معمول عليها غلط دي بالنسبة لها كويسة. تمام. آه، يلا قولي. طيب. هو اللي على اليمين في مميزات مش موجودة على الشمال. أولا في بروجريس انديكيتور من فوق بتبين لي أنا في أنهي مرحلة من الستبس اللي المفروض ماشية فيها دلوقتي. ماشي. ثانيا في من تحت على اليمين في ايكونز بتبين انا عملت كليك على انهي اجزاء وانهي اجزاء لا. ماشي. برضو انا كيوزر انا عارفه انا علمت على ايه وما علمتش على ايه. ماشي. وفي بوتون من تحت هو مش باين قوي عندي مكتوب فيه ايه، بس اللي هو برضو معمول بلون مميز، فانا عارفه ان انا بعد ما اخلص هنا في يعني عينيا هتروح عليه على طول، فاوتوماتيك هدوس عليه وهدخل على الستيب اللي بعده، فانا عارفه انا همشي يعني همشي او هكمل ازاي بعد كده. ماشي. هاي ايه تاني؟ في برضو ان الشجرة اللي في النص ديت لا، يعني في اللي على اليمين واضحة ألوانها والهواء اللي حواليها ده ظاهر أكتر،
في برضو اللي هو اللوجز اللي تحت على الشمال، دي بتسهل عامة. يعني احنا اغلبنا مبقاش يعني بيبص للوجو وخلاص فهو تمام، فانا مجرد ما ابص على اللوجو هفهم الكلمة معناها ايه. فده برضو اسهل الى حد كبير برضو. ماشي، قولي يا دعاء. هو انا كنت اقول معظم الحاجات اللي قالوها زمايلي، الالوان، الترتيب، الايكونز. ماشي عادي، انا بقبل بالتكرار جدا. اه، هو نفس اللي يعتبر الالوان مريحه جدا في التاني اللي على اليمين. الخطوات واضحه سهله مترتبه، بيوضح لي فعلا انا كملت ايه ولسه لي ايه. والالوان نفسها مريحه، يعني التاني تحس ان هو قافل الواحد شويه كده. الديزاين نفسه كويس. تمام. يعني انا آه، انا نفسي يا معلش، انا يعني ايه، انا بشتغل شويه في الحاجات دي. انا خدت كورس ماركتنج، فالجرافيك فشغل الجرافيك، الحاجات دي كل ما كان التصميم كويس وجاذب للعين كل ما بيشد للبوست اكتر او للكلام اكتر. يعني انا شايفه ان ده مريح اكتر عشان ترتيبه وخطواته وكده. حلو. ممكن أضيف تعليق. قولي، آم، اكيد طبعا قولي. توزيع العناصر في السكرين اليمين والمساحة البيضاء موزونة أكتر من الناحية الشمال. يعني في تناسب بين العناصر والفراغ الأبيض عن الشمال. الشمال الأبيض كتير قوي بالنسبة للعناصر اللي موجودة جوه ماشي. وصغيرة. ماشي. آم، هو حلو. في ايه كمان تاني؟ ان اللي على اليمين في كمان ان اللي على اليمين احسن من اللي على الشمال في حاجه، في حوار الزرار اللي تحت بتاع الكونتينيو. عشان خاطر برافو. ده يعني انا حاسه ان ده تبع اليو اكس شويه، ان انا اللي على الشمال لسه هختار، وبعد كده انا يعني في اتجاه ايدي اصلا، هل انا ادوس على كونتينيو على طول ولا اطلع فوق ادوس نيكست عشان ادخل على اللي بعده. ماشي، حلو جدا. ايه تاني؟ استخدام هو الايكون عامة بيبقى حاجة فريندلي لليوزر وحاجة بتوضح له هو واصل فين او عايز ايه كده. ماشي. ايه؟ بشكل عام هو اللي على اليمين ناجح في اليو اي وفي اليو اكس الاتنين مع بعض. ماشي، حلو جدا. حد عنده حاجة تاني؟ انتوا شاطرين جدا جدا جدا. متهيألي مفيش حد اصلا قال حاجة غير منطقية، كله كويس جدا. تمام. آه، خلينا نوضح كده برضو بعض الحاجات. يعني اعتقد مفيش حد قال يعني خلينا نسأل السؤال. حد شايف ان اللي هي على الشمال دي هي مثلا كويسة في اي حاجة؟ يعني حد شايف مثلا هو لا، ما انا بالنسبة لي واضحة وعارفة استخدمها. لا. ماشي. ماشي تمام. طيب، خلينا بقى نراجع كده البوينتس اللي انتوا قلتوها كده. انتوا ما متهيألي قلتوا كل حاجة او ما عدا مثلا حاجة او حاجتين بس. تمام. اول حاجة الالوان هنا اوضح كتير وباينة، والحاجة فريندلي كده زي ما انتوا بتقولوا. تمام، دي اول حاجة. الصورة دي كبيرة اكتر من هنا، فدي حاجة كويسة. فخدمت المساحة البيضاء زي ما هي حد اتكلم. هنا المساحة البيضاء كبيرة قوي خلال الجزء اللي محطوط فيه الصورة أصلا. تمام. تاني حاجة الايكونز. في حد قال جملة حلوة قوي ان احنا الايكونز دي توفر عليا اصلا ان انا ما اقراش الكلام. ليه؟ لان انا اصلا كيوزر لو لقيت ان الايكونز واضحة وموضحة لي ده الهوم، ده البروفايل، ده مش عارفة السيرش. انا عارف مثلا علامة العدسة دي هي السيرش، فانا مش محتاجة ان انت تكتب لي سيرش. تمام. فالايكونز والصور والحاجات بتوضح اكتر من الكلام. في ناس ممكن مثلا خلينا نقول ان هي ممكن ما تبقاش عارفه مثلا ترجمه الكلام، فتبدا تفهم ان مثلا ستورمز دي عباره عن ايه، هارفست ليفز، فتبدا تفهم مثلا ان الصور تخليها مثلا حتى لو هي عارفه الترجمه بس مش فاكراها، يعني الصور دي هتوضح شويه. تمام. تاني حاجة في جزء نفس الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، التشيك بوكس او اللي هي العلامة الصح اللي جنبها، لو انا عملت تحديد لحاجة بيبدأ ان هو يبان لي ان هو عمل تحديد للحاجة دي اصلا. تمام. فده اول برضو تاني او تالت حاجة احنا اتكلمنا فيها. رابع حاجة، خلينا نطلع بقى فوق كده الجزء بتاع خلينا نقول، مش هقول المسميات بس خلينا نقول السطر اللي موجود فوق ده. تمام. آه،
السطر اللي موجود فوق دوت موضح لي انا في اي خطوه فاضل لي قد ايه. يعني زي ما بقول لكم كده، انتوا لو بتملوا فورم مثلا لاشتراك، مثلا لحضور ايفنت، مش عارفه تشتري حاجه معينه، فانت مثلا عمال كل شويه تضغط نيكست 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 نيكست، وانت اصلا مش عارف اصلا انت واقف في انهي حته، ومش عارف خلصت قد ايه ولا باقي قد ايه. فانت يعني هتزهق كده مره واحده وهتقول ايه، خلاص بقى انا مش مكمل. تمام. دي حاجه مهمه جدا، انا لازم اعرف اليوزر هو واقف فين عشان يبقى اجذبه ان هو لا انت خلاص قربت تخلص. تمام. انت في النص، انت في الاخر خلاص يعني. تمام. تالت حاجه او يعني مش عارفه احنا اتكلمنا في كام حاجه. الزرار الكونتينيو اللي تحت واضح. فهنا لو قعدت ادور على كونتينيو، هنا النكست فوق. خلينا نقول ان لو انت ماسك موبايل، يعني هكلمكم كده باللغه العاميه، انا ماسك الموبايل، اقرب حاجه للموبايل هو الجزء اللي تحت. تمام. ليه؟ لان هو احنا كلنا ماسكه الموبايل عندنا بتبقى اللي هو بايدك، والابهام مثلا محطوط على الجزء اللي تحت. انا لو عايزه اعمل اللي فوق هضطر ان انا لو الموبايل كبير بقى شويه هضطر انزل الموبايل فوق واضغط نيكست، امسك الموبايل بايدي التانيه واضغط على نيكست. فانا باخد خطوات اكتر شويه. تمام. فكونتينيو تحت مكانها مناسب جدا واقرب للزرار للايد. تمام. طب هي اصلا يعني ايه اللي خلاها صح، او ايه اللي خلاها تبقى قريبه للايد ده صح؟ ليه؟ هنيجي بقى في حته تانيه كده، ان انا محتاجه ان انا عايزه اليوزر يكمل مش يكنسل. تمام. فانا قربت له الزرار اللي انا محتاجاه اليوزر يضغط عليه. يعني انا مثلا حطيت في السكرين الاولى حطيت نيكست وكانسل في نفس المكان، بنفس الحاجه، مش مميزه بينهم باي حاجه. فالاثنين اصلا بقوا واضحين قدام عين اليوزر. تمام. لكن تعالى للتاني، كونتينيو واضحه، الاكس فوق صغيره مش باينه قوي، بلون رمادي شويه مش بالاسود مثلا، فمش باينه اكتر. فانا بالنسبه لي كونتينيو واضحه اكتر، فانا اليوزر يعني عقله كده الباطن هيترجم ان هو انا بقى هكمل على كونتينيو، خلاص احنا هنضغط على كونتينيو. تمام. خفيت من قدامه شويه حته ان هو يكنسل اصلا الحاجات اللي هو فيها دي، عشان أنا مش عايزاه يكنسل. تمام. متهيألي ده كل الحاجات اللي فيها. تاني حاجة بقى يعني، أو خلينا غلطة كده هنقولها هنا في السكرين دي. هنا أنا لو فتحت السكرين دي أنا بالنسبة لي ممكن أعتبر معلومات، يعني والله ده what does this remind of you، ده autumn، ده الخريف، فيه مش عارفة كذا وكذا وكذا. فاهم؟ هتحس ان دي معلومات مش حاجه كليكابل انت محتاج تدوس عليها، يعني تحس ان هي داتا مكتوبه لك، ما انت شايفها الداتا دي. تمام. مش حاسس ان هي حاجه بضغط عليها فبتبدا ان احنا ان انا محتاجه اختار بقى. تمام. طيب تعالوا لي دي. شايفين ايه برضو؟ هو انا اول حاجه انا شايفاها اصلا يعني لفتت نظري بتاعت الديليت اكونت، اللون بتاعها اصلا، يعني اللون الازرق بيحس ان الحاجه اكسبتد شويه، واللون الاحمر ده حاجه ريجكت. فحوار ان انت تعملي لون ازرق الصوت في الديليت بيقطع بس. مش صح خالص، ما بتديش حق ان الحاجه تعمل. ماشي. حلو. ايه تاني؟ الايكون المحطوطة بتاعت الحذف دي برضو يعني شارحة نفسها من غير ما اكمل، انا عارفة ان انا هعمل حاجة يعني لو دوست عليها هتمسح لي حاجة. وتاني حاجة حلو. اللون الأحمر ده برضو من الألوان التحذيرية، فيعني أنا ماشي. داخلة على خطوة حلو. مش عارفة أقولها إيه بالظبط، بس أنا قصدي كده. وبعدين تاني حاجة كمان محدد لي بالظبط أنا لو عملت ديليت إيه الحاجات اللي هتتشال. لكن التاني كتابة سطور كتير أنا هكسل أقراها أصلا حلو. وهعمل ماشي. كنسل. حتى وضع ماشي. الفونت نفسه اساسا ومكانه، مقاسه مع لونه مع كده، بس مكانه في حد ذاته في النص كده مريح للعين، ومخليه محدد ويعني اسهل في الاستخدام برضو او القرايه يعني. ماشي. حلو. وليه يا دعاء؟ الايكونز، الترتيب، الالوان، الوضوح، ان الكلام مترتب افضل من الباراجراف على بعضه، لان ساعات الناس بتكسل تقرا القطعه على بعضها، فدي محدد بالظبط واحد اتنين تلاته. ماشي. البوزيشن، كون يحط الديليت في نص الفريم، وفيري كاتشي، ان انا هبقى عارفه ان لما هعمل ديليت
هعمل ديليت لايه، فهخسر ايه، البروفايل والمسج والفوتوز. فاسهل في الترتيب وكاتشي جدا في النص، في نص البوزيشن، البوزيشن قصدي في نص الفريم. تمام، حلو. ايه تاني؟ حلو جدا. برضو كل اللي انتوا قلتوه برضو كويس جدا وصح. تمام. اول حاجه هتكلم عليها في اللون، زي ما انتوا قلتوا كده. ممكن اللي جاوب ده يبقى عنده خلفيه، ممكن اللي جاوب يكون هو اصلا متعود ان اللون الاحمر ده، عارف ان هو حاجه بتحذر. تمام. يعني انت اصلا في اي في اي مول مثلا او اي مكان رايحه، اي مصنع، اي مثلا يعني برودكت بتشتريه، تلاقي اللون الاحمر ده معناه ان هو يعني هو في حاجه بيحذرك، بيحذرك منها انك تستخدمها. تمام. فاللون الاحمر ده هو للتحذير، هو بيقول لك كده زي ما مديك انت كده. اول حاجه اللون، شوف انت الاحمر ده احمر ليه. تمام. طيب، تاني حاجه طبعا الايكونز موضحه. اما هي دي المفروض ان هي زي يعني رساله كده، اما بتضغط على حاجه هتظهر لك بعد ما تضغط على حاجه. فهو دي حاجه مثلا اما ضغطت على زرار ديليت بدأ يظهر لك مثلا انت ممكن اصلا تكون يعني ضغطت بالغلط فظهر لك مثلا المسج دي. فهو المسج دي ما ظهرت، الايكونز محطوطه فوق، فانت عقلك هيترجم ان دي حاجه ديليت، فانا هكنسل بسرعه مثلا لو انا ضغط غلط. لو انا مش ضغط غلط هضغط مثلا صح، هبدا اشوف مثلا هو ليه مثلا الحاجه لونها احمر. طيب الكلام اللي مكتوب منظم جدا جدا، زي ما حد قال. انا هكسل اقرا الثلاث سطور اللي هناك، مع ان الثلاث سطور اللي هناك دول هم نفس الكلام اللي مكتوب هنا. يعني هو مفيش فرق، هو نفس الجملة اللي مكتوبة هناك هو اللي مكتوبة هنا. تمام. بس هنا منظم، انا عارف في بروفايل، في مسج، في فوتو. you will lose. خلاص انا ترجمت، عقلي ترجم. لكن هناك are you sure you want to delete account، مش عارفة ده if you delete your account، هو نفس الكلام. you will permanently lose your profile message photo. فانت اصلا انا هقعد اقرا كل ده؟ طب ما اضغط بقى delete، فانا كده كده عايزه احذف الاكونت. بحذف الاكونت من هنا والاقي مثلا المسج كلها طارت والصور كلها طارت والبروفايل كله طار. تمام. فدي برضو حاجة كويسة جدا. تاني حاجة ان هو بدأ يدي اهتمام لزرار الديليت، عامل له اوت، يعني هو دول في الاتنين، بس عامل الزرار ديليت فيه بولد كده، فيه لون محطوط له فيل. اما التاني كانسل ده محطوط له مثلا اوت لاين، فده معناه ان الزرار ده اهم. فابدأ اشوف مثلا الزرار ده مهم ليه. تمام. ونفس الكلام اللي انتوا قلتوه كله، طب يعني هو برافو معلش عليكم. انا عندي سؤال. اكيد انا طبعا، عندي قولي. سؤال. هو دلوقتي اللي على الشمال، هو انت معاكي حق دلوقتي ان اللي على اليمين طبعا مختصر اكتر والحاجات موضحه. بس في اغلب الابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها لا، بيبقى المسج بتبقى على هيئه الشمال. ده مثلا بيخليني افكر، هل الشمال ده في مثلا فكره تانية غير الاختصار، او ليه معظم الابلكيشنز بتبقى بالهيئه دي؟ يعني قليل قوي انا يعتبر ما شفتش ابلكيشن عامل باختصارات وبترتيب كده. حلو. ما عشان مش مفيش، يعني مفيش ابلكيشن هتلاقيه كامل في كل حاجه بيرفكت 100%. تمام. فاحنا بنعرف ان هو الصح والاصح. يعني هو ده هو ما فيهوش غلط، غير ان هو التعامل معاه بس مش هيبقى كويس. بس هل هو مثلا غلط تكنيكال؟ لا، ما فيهوش غلط تكنيكال. تمام. بس اليو اكس بتاعه ايوه. مش احسن حاجه. تمام. لكن لما انا ابدا اعدل واظهر كده، فانا كل حاجه، يعني مثلا لو فتحنا الفيسبوك، يعني امم. الفيسبوك ده اللي هو حاجة يعني بيشتغل عليها ناس عالمية جدا. أكيد في وقت ما بتلاقي مثلا الفيسبوك ده فيه تخاريف، بالذات وقت مثلا ان هو ما يرفع مثلا ابديت جديد وكده. في مثلا حاجات تانية، الواتساب مثلا، يعني ده برضو من الابلكيشنز الكبيره. الواتساب جه في فتره كده وغير اللون بتاعه، اللون اخضر، وحصلت ضجه كبيره قوي قوي قوي. هل هو يعني الابلكيشنز دي صح 100% على طول؟ لا، بتعمل غلطات. زي ايه؟ زي اللون الاخضر الفاقع اللي من اعتقد كان من سنه مثلا وشويه، الواتساب عمل لون اخضر فاقع كده ونزل لبعض المستخدمين ايوه. يكاد، او يعني بدأ الناس تبدأ تعترض اصلا. ايه اللي انت عملتوه ده؟ اللون فاقع قوي، مش عارفه ايه. خصوصا بقى لو موبايلات مثلا مش يعني مش حديثه قوي، مثلا موبايلات قديمه هتلاقي اللون بقى اوحش. لان مثلا كل ما الموبايلات احدث كل ما جوده اللون بتبقى احسن مثلا. خصوصا انت مثلا لو مسكت موبايلين جنب بعض هتلاقي الالوان على موبايل الاوبو مثلا بطريقه ما، السامسونج بطريقه ما، الايفون بطريقه ما. يعني هو ممكن اصلا يكون منزل مثلا اللون ده مثلا على الايفون مناسب جدا، بس تعالى مثلا على الاندرويد لا، ما ضايع. تمام.
هو ما عملش حساب تمام. لده، فالناس بدات تعترض. فاهم؟ فهو مش دايما كل الابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها معنى ان هو نزل السوق يبقى هو ما فيهوش غلطات. لا، احنا اصلا بننزل ابلكيشن ونفضل بقى طول حياتنا كده بنعدل في الابلكيشن، مش بننزل ابلكيشن ونسيبه. فاهمه؟ تمام. تمام. حلو جدا. خلونا بقى ايه نكمل كده اللي بعد كده. تمام. انا دلوقتي يعني شكرا جدا ليكوا، الجزء كان حلو جدا، ان احنا في التفاعل كان كويس، ان احنا بدأنا ان احنا نتجاوب. كل الكلام اللي انتوا قلتوه حلو جدا. تفكير كويس جدا. تمام. تعالوا بقى كده نخش في جزء تاني كده، نتكلم على عناصر تجربة المستخدم اللي انا هتعامل بيها. تمام. انا عندي شوية حاجات كده. تمام. 7 عناصر. انا لو حققت ال7 عناصر دول في المنتج بتاعي، اضمن لك ان المنتج ده ناجح 100%. طيب، ايه هي العناصر دي؟ هو العناصر دي، اول حاجه ان هو يكون يوسفل، ان هو يكون مفيد، ان هو انا بنزل منتج ليه قيمه فعلا. يعني ايه؟ يعني المنتج معلش، ده هو في في مشكلة في الصوت عند حضرتك، الصوت بيروح وبيجي. ده عند كله. إيه؟ طيب الباقي كله نفس المشكله؟ طيب احاول اظبط، ولا انتوا الباقي سامعيني مثلا، ولا ايه؟ لا انا عندي لا، هو كويس. الصوت تمام. عندي كويس. طيب اوكي، ممكن يكون بقى المشكله من عندك، فممكن نحاول نعدلها. تمام. يبقى اول حاجه ان هو يكون مفيد، ان يكون عندي مشكله فعلا في ال في السوق، وانا ببدا احل المشكله دي، مش ان انا بنزل ابلكيشن كده وخلاص. تمام. ان مثلا لو انا بنزل ابلكيشن مثلا ليه علاقه بتوقعات الطقس مثلا، ان مثلا الابلكيشن ده بيدي مثلا التوقعات مثلا مظبوطه، مش بيحط معلومات كده وخلاص. ان هو يعني لو في مثلا تحديثات مثلا خلال الساعات الجايه فيبدا يعرضها. والله مثلا زي مثلا ما جه كده من فتره كان في عاصفه ترابيه والناس بدات تحذر ولا وما تنزلوش وما تعملوش. مثلا لو انا مثلا عندي ابلكيشن طقس مثلا، فممكن هو مثلا يبدا يقول لك مثلا العاصفه دي بتتحرك مثلا حاليا في جنوب مثلا مصر مثلا، بعد كده مثلا لا ده انتقلت مثلا لكذا، لان انت مثلا هتلاقي في نفس الوقت مثلا ممكن تلاقي مثلا كانت عند حد وعند حد تاني لا. مثلا الابلكيشن مثلا عاملاه هو مجرد يقول لي في عاصفه ترابيه، انت مثلا مش عارف العاصفه دي جايه امتى، انت قاعد مستنيها، مش عارف تاخد تحذيرات امتى. فهي مثلا ده الفرق، ان انا ممكن اعمل مثلا ابلكيشن هو اداني معلومه، بس هو طب ايه كمل لي بقى المعلومه، يعني ساعدني بقى، يعني ما انا عرفت مثلا المعلومه دي انا ممكن اقدر اخدها من الاخبار، اقدر اخدها من النت مثلا على الفيسبوك. طيب بعد ما اديتني المعلومه بقى يعني ساعدني، قولي مثلا ده هو مثلا من التوقيت كذا لتوقيت كذا ممكن تبقى مثلا في محافظات معينه. دي كلها مش اكيد مش معلومات 100%، بس توقعات للارصاد مثلا. تمام. طيب بعد كده، بعد ما يكون ان هو يوسفل او يكون ليه قيمه فعلا بيحل مشكله، لازم يكون سهل في الاستخدام، يسبل، ان انا بقدر استخدمه بدون تعقيد او مجهود اضافي. يعني انا مش محتاجه مجهود عشان استخدمك. زي زرار كونتينيو مثلا، انا حاطه زرار كونتينيو قريب لليوزر، مش محتاج بقى اقعد ادور على الزرار الكونتينيو مثلا حاطه فوق ولا تحت ولا في الجنب ولا فين. تمام. ممكن الكونتينيو اصلا تبقى انت عامله لي مش حاطط لي زرار، ومحتاج ان انا اعمل سويب للجنب، فانا كيوزر بقى انا هقعد بقى افكر انت عامل ايه سويب ازاي ولا كده. فهو يبقى حاجه سهله في الاستخدام. تمام. زي مثلا جوجل سيرش مثلا، ده اكتر حاجه سهله في الاستخدام. مثلا انت لما تيجي مثلا تسيرش في جوجل عن حاجه وهو انت ما لقيتش، هو مثلا مش عنده الحاجه دي، فبيبدا يعرض لك اقرب حاجه للحاجه دي. تمام. هو انا ما مش هسيبك، انا هديك حاجات ممكن تلاقي الصور بتاعتك مثلا او المعلومات بتاعتك هنا مثلا. تمام. طيب بعد كده فايندبل اللي هو سهل العثور عليه، هي برضو شبه سهل الاستخدام، ان انا الحاجه اللي انا بدور عليها جوه ده سهله. تمام. زي ما قلت لك ايه، ان انت مثلا زي طلبات مثلا لو في فلتريشن مثلا، فابدا افلتر مثلا لا ده انا عايزه دلوقتي فاست فود، لا ده انا عايزه مثلا مشويات، فانت مثلا فلتر لي بقى كل المطاعم دي وهات لي المطاعم اللي انا عايزاها بس. فهو سهل ان انا اوصل للحاجه جواه، مش محتاج ان انا ادور مثلا عن مطعم معين بقى وما فيش سيرش وافضل ادور مثلا في وسط 100 مطعم. تمام. يبقى سهل ان انا قادر اوصل للحاجه اللي انا محتاجاها جواه. طيب، موثوق اللي هو كريديبل، لازم يكون انا واثقه في المنتج ده. يعني لازم لما انا اجي استخدم المنتج ده انا حاسه بالامان تجاهه. يعني لو انا مثلا في دفع بالفيزا، فانا ما ببقاش قاعد متوتر ان انا لما احط لك الفيزا انت هتعمل لي مشكله او هيحصل مشكله للفيزا. او مثلا انا مثلا زي ابلكيشن اوبر، اما في وقت ما اما حصل مثلا كذا حوار مثلا خطف ومش عارفه ايه، فقعدوا يقولوا مقاطعه اوبر وهكذا، فبدات الناس يبقى عندها الثقه بدات تقل مثلا تجاه الموضوع ده.
تمام. فانا لازم ابقى واثقه في الابلكيشن عشان ابدا استخدمه. مثلا ما اعملش مثلا ابلكيشن كل شويه مثلا يدخلني في موقع او موقع وموقع، اللي هو من الاخر زي مثلا احنا اما بنيجي تعالى مثلا نفتح موقع مثلا زي نتفليكس مثلا. فانت بتفتح موقع نتفليكس ده وتيجي مثلا تدور على على مثلا فيلم جواه او شاهد مثلا او اكوام او اي من المواقع المشهوره دي. لو انا دخلت ادور على فيلم جواه، انا دخلت على الفيلم خلاص انا فتحته واشتغل. تعالى مثلا لموقع مثلا زي يعني بدون ذكر بقى اسماء، المواقع التانية اللي احنا مثلا اللي مش لاقيين بقى المسلسل وما عندناش اشتراك مثلا، فبندور على المواقع التانية عشان تفتح المسلسل ممكن تقعد اكتر من 10 دقايق عمال تدخل في اعلانات. فانت اصلا مش واثق في الابليكيشن ده ليه؟ ان هو ما يدخلك في اعلانات ممكن اصلا اعلان منهم يكون هاكر. تمام. فانا لازم الحاجه اللي انا بستخدمها اكون واثق فيها، اليوزر واثق فيه. تمام. طيب ديزيرابل اللي هي بقى جزء اليو اي اللي هو مرغوب فيه، يعني التصميم شكله حلو، مش بس هو حاجه عمليه، مش بس سهل في الاستخدام، لكن لازم يبقى ممتع، شكله كويس، شكله عصري. ما يبقاش بيزك قوي، يبقى فيه مثلا شويه الوان محتاجه ان هي تجذب اليوزر، زي السكرينز اللي هي مثلا اما قلت لا ده الالوان هنا احلى فبدات ان هو تبقى مريحه شويه للعين. فكل دوت فكره المرغوب. طيب متاح للجميع ان هو كان لازم يكون لازم مناسب لكل المستخدمين. يعني لو في حد عنده مشكله ما مثلا ذوي احتياجات مثلا عنده مثلا عمى الوان، فانا مثلا ما استخدملوش الالوان اللي هو عنده عمى فيها، لان مثلا معروف ان عمى الالوان مثلا الاخضر والاحمر اعتقد هو المشكله دي. فابدا اخاطب كل الناس لو هو يعني هيستخدمه. زي مثلا لو ابلكيشن مثلا في مثلا اصوات ماشي وانا معتمد مثلا على الاصوات دي، فانا ابدا اراعي مثلا ان في مثلا ناس ممكن يبقوا ضعاف سمع مثلا او عندهم مشكله في السمع وهم بيستخدموا الموبايل، فانا ابدا مثلا اظهر لهم اشاره مثلا حاجه مثلا كلمه يفهموا مثلا الصوت اللي طالع ده بيدل على ايه. تمام. طيب فاليبل لازم يكون ليه تأثير حقيقي، والتأثير ده بيعود على حاجتين، بيعود على المستخدم وبيعود على الشركة اللي هو اللي عاملاه. يعني انا ما اروحش اعمل ابلكيشن المستخدمين يستخدموه حقق لهم الوظيفة اللي هم عايزينها ويجي في الاخر الاقي الشركة خسرت. فانا لازم يحقق حاجتين، يحقق لي ارباح للشركة بتاعتي ويحقق لليوزر بتاعه الهدف بتاعه. تمام. طيب يبقى الخلاصه كده احنا كل ده بنتكلم ازاي امتى اصلا يكون الابلكيشن بتاعي او المنتج بتاعي كويس. لازم يكون مفيد للاستخدام، سهل الاستخدام، سهل ان انا اوصل لحاجه جواه، يكون موثوق، يكون جذاب للناس، متاح للجميع. تمام. ليه قيمه حقيقيه ويحقق نجاح. تمام. طيب تعالوا كده نشوف مثلا لو هو حاجه مثلا سهله مثلا. تمام؟ انا لو بطبقها مثلا في اوبر ده بيوفر لي وسيله نقل سهل، مثلا بدل ما ادور على تاكسي يعتمد على المواصلات العامه، بيحل مشكله مثلا زي قله التاكسيات، فهو بالنسبه لي هو مفيد. تمام. يبقى انا لو مثال كده بدي على اوبر مثال، لو انا مثلا هو مفيد ولا لا، هو بيوفر لي وسيله نقل بسرعه بدل ما افضل ادور على مواصلات، بدل ما اتمرمط من مواصله لمواصله. فبدا يبدا يديني ايه الحل لي المشكله. تمام. فاول حاجه هو حل المشكله بتاعتي. طيب سهل الاستخدام اوبر سهل جدا في الاستخدام. انت بتدخل المكان العربيه بتجيلك خلص الموضوع، مش محتاج انك تقعد تدخل 500 حاجه، مش محتاج ان انت كل ما تيجي تدخل الابلكيشن محتاج انك تقعد تعمل لوج ان تاني. يعني انا مثلا عندي مشكله مثلا في ديتي ده مثلا عندي على الموبايل، كل ما اجي افتحه لازم مطلوب مني ان انا اقعد ادخل الاكونت وادخل الباسورد وادخل رقم الموبايل. فخنقني. فاللي هو انت لا انت ما انت زهقتني، كل ما اجي افتح الابلكيشن تقول لي دخلي اللوجن تاني. فهو سهل في الاستخدام، انت سهل جدا، انا بحط الموقع اللي انا عايزه اروح له وهو بيحدد لي الموقع على حسب اللوكيشن الموبايل وهو مفتوح، العربيه بتجيلي خلص الموضوع. طيب بعد كده سهل العثور عليه. اوبر بيطبقها ازاي؟ ان انت عندك شريط كده بحث واضح انت محتاج ان انت تدخل فيه ال اللوكيشن بتاعك. اوبر متهيألي اكتر ابلكيشن بتاع عربيات سهل انك توصل للمكان جواه. يعني انت لو بتدور على اي مكان موجود على الماب بتاعت اصلا الخريطه، كتبته هيظهره لك فورا. عكس مثلا اندرايف، في بعض الاماكن كده خريطه اندرايف مش عامله ابديت لكل حاجه، انت ممكن تكتب اصلا تدخل له اصلا العنوان واخده كوبي من الماب، تدخله الاندرايف اما يقول لك لا العنوان ده مش موجود اصلا. تبدا بقى تدور على حاجه قريبه منه عشان تنزل عندها، فتبدا مثلا تبدا تتمشى شويه. فدي فكره ايه؟ سهل العثور عليه. طيب موثوق. اوبر بيطبقها ازاي؟ انت مثلا عارف المعلومات عن السواق بالكامل، التقييم، عدد الرحلات. هم تالي اندرايف كمان بيعمل كده، وكمان ديدي يعني حتى ممكن تقدر انك تشوف التقييمات. تمام. بيظهر لك مثلا يعني هي دي مثلا
النقطه دي، بس هي هنتكلم عليها بعد كده في ان درايف اوبر. بس انت مثلا بيظهر لك السعر، تبقى عارف الرينج بتاع السعر بتاعك. تمام. لو حصل مشكله في اوبر، يعني كذا مره كان بيحصل مثلا ان انت تطلب اوبر مثلا، وبعد ما توصل يطلب سعر اكبر بكتير من اللي انت عملته. لما بتعمل مثلا مشكله في الابليكيشن او بتقدم شكوى بيرجع لك الفلوس. وحصلت معايا انا شخصيا اصلا. تمام. طيب مرغوب فيه، شكله حلو. اوبر متهيألي من اكتر الابليكيشنز اللي شكلها كويس، منظمه ومهندمه، كل حاجه واضحه فيها. مفيش زرار مش واضح. كل حاجه بالنسبه لي بيرفكت فيه. الالوان حتى اللي هو مستخدمها الوان فورمال، هو اصلا ابلكيشن فورمال، استخدم ابيض واسود، فهم فورمال جدا، مناسب للابلكيشن بتاعه، فهو ممتاز صراحه. طيب متاح للجميع. الاوبر عنده مزايا كتير قوي قوي قوي، زي هو بدأ ينزل كده اوبر اسيتس دي، بيوفر يعني زي سواقين مدربين عشان هم يستخدموا الناس مثلا لو عندهم مشكله في الحركه او هكذا. هو بدأ يطبق ده اصلا. تمام. طيب ذو قيمه، هو ايه اللي عمله اوبر؟ طبعا بتحقق ارباح يعني لا عدد لها. تمام. بنفس الوقت هو حقق لي ان هو وفر لي وقت وجهد للمستخدم، وحقق له الرغبه فيه. تمام. حد عنده مشكله في الحاجات دي كلها او في المثال اللي احنا قلناه؟ كله فاهم لحد كده؟ تمام. حلو قوي. طيب خلونا كده نتكلم عن الفيجما اللي احنا المفروض هنشتغل عليه. تمام. فيجما ده يعني هو ابلكيشن لذيذ قوي، المفروض ان احنا نكون بننزله. يعني هو بالظبط اعتقد 200 ميجا، يعني مش حوار. تمام. هنكون بنعمل انت ممكن تسيرش كده عن جوجل فيجما ديسكتوب وتنزله. او حتى هو موقع ممكن تقدروا تستخدموه كموقع اصلا، لو حد هو مش هيقدر ينزله. ف... فممكن تستخدموه اصلا اونلاين، او ممكن تنزلوه على على الجهاز بتاعكم. تمام. طيب تاني حاجه، فيجما بيحتاج نت يا جماعه. يعني مش هينفع اشتغل من غير نت حاليا. تمام. هشتغل وهيفتح وكل حاجه وهشتغل، بس مفيش حاجه هيسيف اصلا عليها. يعني كله، يعني انت شغال على النت، شغلت ورسمت حاجه، هو كل شويه يطلع لك مسج ان الفايل بتاعك ما بيتسيفش. فلازم محتاج نت عشان يعمل، هو اصلا اوتو سيف لوحده. يعني انت مثلا دلوقتي رسمت اي حاجه هنا او كتبت اي حاجه هنا، متسيفه، مش محتاج تعمل كنترول سيف مثلا. تمام. طيب دي الواجهه بتاعته. يعني احنا فتحناه، هنعتبر ان احنا فتحناه. دي الواجهه بتاعته، المفروض هيظهر لك هنا الهوم اللي انتوا اول ما تفتحوا. دي الهوم. تمام. انا هحتاج ان انا هضغط على ديزاين عشان يفتح لي فايل جديد. تمام. لو انا ضغطت عليها تفتح فايل. خلينا نشتغل في نفس الفايل بتاعنا. ده الفايل بتاعنا. تمام. اول حاجه هنا هتقابلنا، خلينا نمشي بقى من الشمال لليمين كده. ده اللي هو مكتوب عليه جينيو كورس. ده لو انا ضغطت عليها ضغطتين تبدا تغير لي اسم الفايل. لو انا مثلا عايزه، مثلا احنا هنشتغل على ابلكيشن فاشون، هنشتغل على ابلكيشن مثلا زي اوبر، ايا كان، انا ببدا اسمي الفايل بتاعي عشان ابقى عارفه ال- الفايل اللي انا شغاله عليه ده انا في انهي فايل. تمام. يعني مثلا هتلاقوا هنا انا مثلا فاتحه فايلات تانية، هتلاقي مثلا الفاشون، مش عارفه، انا مثلا عامله ابلكيشن مثلا فاشون، فانا كاتبه فاشون مثلا، انا مسميه كل حاجه. تمام. تاني حاجه هنا هنلاقي الفايل ده هو الفايل اللي انت فيه ده هو بيحتوي على البيجز وبيحتوي اللاير. تمام. طيب ايه البيجز دي؟ البيجز ان انا دلوقتي في بيج 1 اللي هي اليو اكس. لو انا حبيت ان انا اضيف واحده كمان، فانا تظهر لي ان هي بيج كمان، محتاجه اسميها مثلا، دي هتبقى مثلا البرزنتيشن بتاعتي. فانا بدات اسميها. تمام. طب لو عايزه اغير الاسم، لا ده انا مش هسميها برزنتيشن، ده انا هسميها مثلا كفر مثلا. تمام. فانا ببدا اضغط ضغطتين واسمي الفايل بتاعي مثلا. تمام. طيب انا اكتشفت لا انا مش عايزه الفايل ده، عايزه امسحه، كليك يمين وهضغط ديليت للفايل ده. ده فايل وده فايل، انا ببدا اشتغل في اي فايل انا عايزاه. تمام. طيب الفايل اهو انا شغاله فيه، هنعتبر ان الفايل فاضي، يعني ما علينا من الحاجات دي. تمام. تحت كده بقى في شريط حلو قوي ولذيذ، ده الادوات بتاعتي. دول كل الادوات اللي موجوده في فيجما، مش هتحتاج اكتر منها. اول حاجه هنا، تمام، ديت الموف، انا بقدر اتحكم فيها. لو انا مثلا عايزه اتحكم في ال اتحرك مثلا هنا، استخدم الهاند تول يعني عشان اتحرك مثلا هنا، او البكره بتاعت الماوس. لو انا لو ضغطت عليها هتخليني ايه، ده الهاند تول، هتلاقيني بتحرك مثلا او بشد الحاجه، اقربها ابعدها. يعني انا مثلا عايزه ابعدها، عايزه اقربها، وهكذا.
تمام. طيب بعد كده جزء الفريم. الجزء ده هلاقي فيه فريم وسكشن وسلايس، انا هحتاج منهم الفريم والسكشن. طيب الفريم هيفتح لي هنا فايل كده كبير، تمام، هو اصلا فيجما مسهل علينا كل حاجه. هلاقي مثلا الفايل ده مقسم لي كل الحاجات اللي انا ممكن اكون هعمل لها اصلا ديزاين. يعني ايه؟ يعني الفون مثلا هتلاقي الايفون 16، ايفون 16 برو، ايفون 16 برو ماكس. لو انا مثلا ضغطت مثلا على ايفون مثلا 13 ميني ده، تمام، هو عمل لي مقاس الموبايل بتاعي دايركت، مش محتاجه بقى ان انا اروح اسيرش مقاس الموبايل كام في كام واجي اعمله، لا هو انا نزلت اهو. يعني انا مثلا جيت تاني على فريم، ضغطت مثلا على ايفون 16 برو ماكس هو نزلها لي. مش عارفه ضغطت هنا، مش عارفه ايفون 16 نزل لي برضو ايفون 16. تمام. طيب هنا ناخد واحده بس منهم نشتغل عليها. ادي اول حاجه هي الفريم. طيب السكشن ده انا هرسمه بايدي، تمام. هو ده مثلا لو انا عايز اكتب ملاحظات، عايز احط حاجات، يعني انا مثلا هنا انا شغاله مثلا وعايزه اكتب مثلا مش عارفه ان انا ناقص لي مثلا التاسك واحد مثلا، فانا ناقص لي تاسك واحد، فانا ده تاسك وان تاسك مثلا ده باقي لي مثلا، فهبدا اكتب مثلا ايه جنبي هنا مثلا ان انا ناقصني كذا، عايزه مثلا بفكر في حاجه فابدا اكتبها. ده جزء السكشن. تمام. طيب بعد كده عندي شويه بقى ايه الادوات بتاعتي. عندي الريكتانجل ده مستطيل، تمام، او لو انا عايزه ارسم عايزاه مربع مثلا اضغط على شيفت وانا بستخدم. يعني يا ريت مثلا تكونوا انتوا حد بيكتب مثلا، انا كده كده كل الكلام ده برضو هيتعاد تاني في اول محاضره بقى في الكورس الفعلي، انا هكون بعيد كل الكلام ده، بس يعني نصيحه مني بقى بعد كده ان شاء الله لما نيجي نبدا في فيجما تاني، يعني انا بديكم كده نبذه عنه عشان اشجعكم ان شاء الله تكونوا متحمسين يعني للكورس. تمام. بعد كده حاولوا انكم يكون معاكم مثلا ورقه وقلم، تمام، بتكتبوا كل الاختصارات. كده كده انت مع الشغل والتدريب هتلاقي نفسك ايدك اتعودت عليها، بس محتاج في الاول انك تكون بتكتبها. تمام. فانا لو ضغطت على شيفت وانا شغاله، نمسح، هنجيب الشكل ده وانا عايزه ارسمه، هضغط على شيفت قبل ما ارسم ورسمت هيرسم لي مربع متساوي الاضلاع. تمام. يبقى كده مربع متساوي الاضلاع. طب لو انا عايزه ارسم مستطيل هشيل ايدي من على شيفت وارسم المستطيل. طيب أنا عايزه مربع، تمام. بعد ما رسمته جالي هنا بقى الخصائص بتاعته، جالي هنا الدايمنشن. انت عايزاه كام في كام؟ لا ده انا عايزاه هقول لك مثلا اعمله لي مربع 120 مثلا. خلينا الاول نقفل دي عشان دي ليه اقفلها عشان اللي حصل ده ما يحصلش، ان هو يصغر من كل الاتجاهات. تمام. انا عايزه 120 هو يعملها لي دايركت 120 في 120. ايه ده؟ لا ده انا عايزه اكبره بقى، انا عايزه اعمله 240، فانا هاجي تاني هنا واعمل 240. طيب بعد كده خلينا نكمل هنا ايه الحاجات اللي ممكن ناخدها دلوقتي. اللون، محتاجه اغير اللون، لا ده انا عايزه اعمله احمر، لا ده انا عايزه اعمله اخضر مثلا. تمام. يبقى ده المربع. طيب تعالوا بعد كده في بعد المربع اللاين، لو انا عايزه ارسم لاين. طب لو عايزه ارسم لاين على نفس الاستقامه اضغط على شيفت هتلاقيه بيعمل لك لاين مستقيم، يا اما لاين قايم على 180، يا اما عمل اللي هو 90، يا اما عمل نص ال 90 على 45 درجه. تمام. لو شلت دي من على الشيفت هتلاقيه بيعمل لك مثلا باي زاويه انت عايزها. لا ده انا عايزاه بقى مستقيم عشان ايه اعدله مثلا مظبوط اهو اللاين. تيجي انا لللاين انا عايزه اغير مثلا لونه، مثلا عايزاه لونه احمر مثلا. تمام. لا بعد كده بيقول لك الويت دوت هو عرض اللاين بتاع سمك اللاين بتاعك كام، ده واحد، لا انا عايزاه مثلا 5. تمام. يبقى ده تاني حاجة هي اللاين. طيب بعد اللاين يا باشمهندسة في ايه؟ في الارو، في اللي هو السهم. طيب انا لو عايزة السهم دلوقتي يا باشمهندسة قاعد بيتعمل لي على اي زاوية، عايزة اثبته اضغط على شيفت هتلاقيه بيثبت على نفس اللاين بتاعي. تمام. طيب تعالوا كده بعدها على الاليبس. الاليبس يعني شكل بيضاوي اهو. يا باشمهندسة عايزة ارسم دايرة، اضغط على شيفت هيروح يرسم لي دايرة متساوية. جيت هنا بعد ما رسمت الدايرة، ايه ده؟ لا ده انا عايزاها زي المربع، نروح نشوف مقاس المربع كام. مقاس المربع 240، انا عايزة الزاوية الدايرة كمان 240 في 240 او. تمام. نرجع خطوة كده، كنترول زد بيرجعني خطوة، كنترول زد كمان مرة يرجع لي خطوتين. قبل ما اعمل ده انا محتاجة ان هو يصغر لي الحاجتين مع بعض فاقفله. تمام. وهعمل 240 كبرها لي في الاثنين. طيب انا محتاجة اغير لونها، انا محتاجاها بقى المرة دي اصفر. تمام. طيب بعد الاليبس في ايه؟ في البوليجون.
اللي هو المستطيل، سوري المثلث. لو انا عايزاه متساوي الاضلاع هضغط على شيفت، او اعمله لي متساوي الاضلاع. لا، ده أنا مش عايزاه متساوي الاضلاع، ده انا عايزه بقى اعمله مستطيل مثلا، مثلث صغير، مش عارفه ايه، وهكذا. تمام. ودي المثلث. بعد كده في الستار. تمام. وبعد الستار في الايمج او الفيديو. الايمج او الفيديو دي لو ضغطت عليها افتح لي ان انا ارفع صوره من على الجهاز مثلا. يعني ادي صوره المج اهي، اضغط عليها هيعمل لي اوبن، ابدا ارسم. هضغط على شيفت بس عشان ينزلها مقاساتها خاصه. فاحنا خدنا كده ايه شويه الادوات دول. انا كده كده بوريكم بس الواجهه، بوريكم مثلا لو حد حابب يجرب لحد ما نبدا الكورس، يبدا مثلا يرسم اشكال مع نفسه، يبدا يجرب مثلا يرسم اي حاجه، يقلد اي حاجه. كده كده كل الحاجات دي هتتشرح تاني. تمام. فانا عندي هنا مثلا، عندي هنا خدنا الريكتانجل، خدنا اللاين، خدنا الارو، خدنا كل الاشكال دي. خدنا ازاي نعدل مقاساتهم لو انا عايزه اعدل. طيب لو انا عايزه اعدل مثلا ال- اللاين ده، محتاجه ان انا ارفعه خالص، عايزاه يرجع واحد تاني، ارجع واحد تاني. تمام. طب واحد وارجعه. تمام. لا، ده انا عايزه لونه مثلا موف او فوشيا مثلا، اهو. تمام. طيب بعد كده في البين تول. تمام. مش هنستخدمها كتير يعني خالص، لان دي شغل جرافيكي شويه، واحنا كده كده اما بنشتغل ان شاء الله في شركه بيبقى معاك جرافيك ديزاينر هو اللي بيعمل لك الديزاين في الآخر. تمام. في البنسل ده، لو انا محتاجه ان انا اعلم على حاجه مثلا، ده انا مثلا شغاله ومحتاجه مثلا اعلم على المربع ده ان هو ده اكتر مربع انا هستخدمه مثلا، فابدا اعلم مثلا، ابدا ارسم، ابدا اكتب. تمام. فدي اللي ارسم شكل مثلا عشوائي هستخدمه في التصميم دوت اللاين. تمام. بعد كده التكست اهو. عايزه اكتب مثلا، هكتب مثلا يو اكس يو اي كورس. تمام. دلوقتي خدت اهو، كتبتها. انا محتاجه اصغر الخط ده كبير قوي يا باشمهندسه. لا، تعالوا هنعمله مثلا 100 بس. تمام. انا عايزه اخليه ريجولار. لا، ده انا اصلا الفونت ده مش عاجبني. تلاقي عندك بقى مئات الفونتات، وهنتعلم ازاي نختار الفونت اصلا. تمام. فانا مثلا اخترت الفونت ده، هي عايزاه مثلا ايه. اخترت الفونت ده، عجبني اكتر فونت مثلا. وهنا مثلا عايزاه ميديوم، عايزاه سيمي بولد، عايزاه بلاك قوي يبقى تخين قوي، اكسترا بولد. لا، ده انا عايزاه سين مثلا رفيع خالص، ايا كان. فدي اعدادات مثلا اللاين. تمام. طيب عايزاه لونه مثلا لبني مثلا. دي بقى الالوان اللي انا مستخدماها في الفايل، بتبدا تتحط لك تحت. تمام. طيب انا عايزاه مثلا لون لبني مثلا، ابدا اجيب مثلا. تمام. ده مثلا الخط. طيب حد عنده مشكلة في الواجهة بتاعت فيجما لحد دلوقتي؟ تمام. طيب حد عنده مشكلة بقى في كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده؟ يعني النهاردة كده حد عنده مشكلة، حد ما فهمش حاجة، حد عنده سؤال عايز يسأله عموما، ايا كان بقى. قولي يا دعاء. معلش، بس هو سؤال غريب شوية. ممكن توريني بس الايكون بتاع البرنامج اللي احنا اشتغلنا عليه من الاول، هو وهل هو اسمه سيجما ولا فيجما؟ عشان انا ما سمعتش كويس. فيجما. فيجما. تمام. ممكن اشوف اه الاول الستيب خالص اللي احنا جبناه فيها من على جوجل وشكل الايكون بتاعته وبتاع، معلش عشان انا دي فاتتني انا. ماشي. تمام ماشي. خليني اشير معاكي السكرين بس مع جوجل. تمام. انت شايفة كده؟ اه شايفه. معلش تمام سؤال كمان، هل البرنامج ده فري ولا هو بيحتاج اشتراك برضه برو، ولا كل اللي عليه متاح فري؟ ماشي. انا هقول لك. تمام. خليني الاول، اول حاجة انا هسيرش عن فيجما ديسكتوب. تمام. وهلاقي في فيجما داونلود اهو. تمام. انا بس عشان منزلاه فهي ممكن ما تكونش ظاهره لي قوي. تمام. هو اصلا هنا انت ممكن تدخلي الايميل بتاعك وهو هيفتح على ال البراوزر عادي. تمام. غير كده انت ممكن نرجع تاني خطوه كده ونكتب داونلود.
وهاجي هنا داونلود على طول. تمام، عملت له داونلود هتلاقيه بدأ يظهر يحمل عادي. هو 200 ميجا، صغير جدا جدا، مش هيحتاج اصلا لا نت ولا اي حاجه قويه، محتاج ان هو ينزل وخلاص. تمام. طيب بالنسبه بقى لفيجما، فيجما دوت محتاج اشتراك ولا لا؟ فيجما فري. تمام. لا محتاج كراك ان هو بينزل، ولا محتاج اي حاجه. هو بس احنا محتاجين ان احنا كلنا يعني ممكن نكون بنفتح اليوتيوب، ندور ازاي هو بس بيتعمل اكونت طالب، ونعمل اكونت طالب. تمام، يعني اللوجن از ان احنا ستودنت، عشان بس يفتح لك الحاجات اللي هي مقفوله. تمام. لو طيب انا ما عملتوش طالب، عادي هيشتغل معاك جدا، وهيبقى مفتوح لك كل الحاجات اللي مفتوحه للطالب، بس مفتوح لك 3 فايلات بس. يعني انت هتشتغل 3 فايلات بس. هنا مثلا انا ببدا اعرف ان انا ااد اكتر من بيجز هنا. لا، انت لو اكونت مش طالب، هيفتح لك 3 بيجات بس. انت مش هتحتاج اكتر اصلا من بيج تكون بتشتغل عليها. بس يعني بعد كده انت هتلاقي انك مثلا تحتاج بيج مثلا البرزنتيشن، بيج مثلا عامل فيها اليو اكس، بيج عامل فيها اليو اي، وهكذا. تمام. ده بالنسبه للفيجما. يبقى انتوا محتاجين ان احنا هننزل فيجما زي ما قلت لكم. احنا نفتح فيجما، هنكتب فيجما داونلود، فيجما ديسكتوب، وهنعمل داونلود، ونحاول ان احنا بس نعمل الاكونت طالب. وانا كده كده هبقى بتكلم معاكم في النقطه دي تاني، او هكون بشير معاكم اصلا ازاي تعملوا اكونت طالب. تمام. اتفضلي قولي لي عايزه ايه، دكتور حنين. انا متهيألي بقرا الاسم صح. هو الصوت مش واضح، ممكن تفتحي المايك وتتكلمي. نعم، اتفضلي. هو حضرتك رفعتي ايدك صح؟ لا، هي بس ممكن تكون غلطة بس. ماشي، اوكي. مم. طيب انا حد عندي سؤال عنده بعد اسئله اذنك. تاني؟ هو اه، عندي هو سؤال. ده يعتبر يعني الدمج ما بين اليو اي واليو اكس هو البرودكت ديزاين، ولا هو بيبقى فيه اي ديتيلز مختلفة؟ البرودكت ديزاين هي المرحله اللي بعد اليو اي يو اكس. يعني يعني الفرق حاجة ما بين، مختلفة ملهاش لا لا علاقة لا لا بجمعهم مع لا لا بعض لا، يعني. هما واحد، هما واحد. الفرق الوحيد، البرودكت ديزاين هو اشمل. يعني البرودكت ديزاين تحته اليو اي واليو اكس وبزنس. تمام. يعني البرودكت ديزاين بيبدا يتعامل مع البيزنس اكتر، بيتعامل مع السوق اكتر، يفهم من الناس اكتر، عشان يبدا يحط حلول اكتر. تمام. فهو البرودكت ديزاين هو نفس المجال، بس هو بيبقى اشمل شويه، بيبقى يعني اعلى من اليو اي يو اكس. تمام. يعني ممكن نقول ان هو السوبرفايزر مثلا اللي بيوجه اليو اي يبقى شكله عامل ازاي، واليو اكس اذا كان تمام او لا. لا، هو كده كده اليو اي واليو اكس هو بيعمل ده. يعني كده كده انا بعمل الوظائف دي. البيزنس، البرودكت ديزاين بيبقى فاهم بيزنس اكتر، بيبقى فاهم سوق اكتر، فاهم ماركتنج اكتر، بيفهم العميل اكتر. تمام. بيبقى هو بس عنده معرفة اقوى شوية للبيزنس والسوق. طب ده هل ده بيدرس عندكم برضو، او الجزء ده ممكن الاقي فيه حد يفيدني فيه، ولا ولا ما تقلقيش، اي سؤال انا معاكي. انا اصلا برودكت ديزاينر. تمام. فاحنا كده كده اصلا هنكون بنتعلم بيزنس حلو جدا، وهنكون بنشير اصلا الحاجات دي. فما تقلقيش، يعني انت اصلا هتوصلي لخطوه اصلا انك بدايه البرودكت ديزاين كمان. طيب وبيبقى الموضوع ادفانسد ولا جونيور ولا سينيور؟ يعني الكورس اللي لما بنتخرج منه جونيور. بنبقى في أي مرحلة؟ جونيور جونيور. الله. يعني هو اصلا السينيور دي بتيجي بالخبره بقى في سوق العمل وكده، فاهمه؟ لا انا بتكلم ان ممكن يكون في مراحل في الكورس، يعني لو انت عايزه تبقي، لو انت اوريدي جونيور وعايزه تبقى ادفانسد وسينيور، فاهمه يعني فهل ده متاح، ولا هو الكورس محدد للجونيور بس؟ ما هو بصي، المرحله اللي انت بتتكلمي فيها دي هي اوريدي انا اصلا عندي معرفه بكل الكلام ده. فانا محتاجه اصلا اتعامل بقى في سوق العمل، اشتغل في شركه. تمام. فهي الشركه دي هي اللي هتديني الحاجات الادفانسد دي. مهم، تمام. مهم. لكن الكورس هو هيديكي اصلا المراحل كلها اللي هتبقى مجهزه اصلا انك تكوني عندك معلومات كافيه جدا انك تشتغلي اصلا. جميل، تمام. اوكي، ماشي. شكرا. العفو. ايه تاني؟ حد عنده اسئله او كنت عايز يفهم حابة حاجه؟ أسأل. دلوقتي احنا مثلا في الموشن جرافيك في بيبقى في حد بيرسم وحد بيحرك، مش شرط ان اللي يرسم هو اللي يحرك، يعني ممكن يبقى كده وكده. هل بقى اليو اي واليو اكس دول وظيفتين شخص واحد يقوم بيهم، ولا في حد ممكن يعمل يو اي وحد يعمل يو اكس حلو قوي منفصل؟ السؤال ده، حلو جدا. تمام. هما فعليا هما مجالين، مجال اليو اي ومجال اليو اكس. تمام. هما ايه؟ هما شغلتين. تمام. ويمكن 3.
يعني لو احنا قسمناهم كده في يو اكس رايتر ويو اكس ريسيرشر واليو اي. تمام. طيب احنا هنا في مصر، في مصر بنتعامل ايه؟ بنتعامل كانهم بوزيشن واحد بس. تمام. بس في شركات تانية ممكن تكون مش مصرية، بتتعامل أصلا إن هو كل وظيفة ليها شخص بيتعامل فيها. طيب هل اليو اي بيعرف يعمل شغل اليو اكس؟ اه. هل اليو اكس بيعرف يعمل شغل اليو اي؟ اه. انت بتبقى عارف كل حاجة. انت ممكن يبقى اصلا طالع من الكورس ده حابب اليو اكس اكتر، فتبدأ تدور على شركات مثلا بره مصر شوية، او اللي هي ريموت مثلا، تشتغل فيها يو اكس بس. تمام. او تشتغل يو اي بس. بس انت اصلا هتخرج من الكورس عارف كل ده. في الواقع هم اكتر من وظيفه. بس هنا في مصر من الاخر البوزيشن واحد بس. تمام. في بعض الشركات بس بتبقى بقى اللي هي شركات البرودكت الواحد، مش السوفت وير هاوس. السوفت وير هاوس دي يعني عندها برودكت كتير قوي، فبتشتغل عليهم. هتلاقي فيها في الاغلب اللي بيعمل يو اكس هو اللي بيعمل يو اي. تمام. طيب لو شركه مثلا زي نون، امازون، مثلا حالا، اي شركه من الشركات اللي هي عندها برودكت واحد، بيبقى عندها اصلا ممكن تلاقي بتتقسم جوه لليو اي وبتتقسم جوه لليو اكس، لان هو اصلا ما عندوش غير برودكت واحد. هو طول حياته بيشتغل اصلا على برودكت واحد، فبيقسم، يبدا يقسم الشغل على كذا حد. تمام. ايه تاني؟ تمام. لكن هو دايما كلها ماركتينج، كلها برودكت. لكن هل ممكن نلاقي في اليو اي واليو اكس حاجه educational ولا بمعنى؟ لا؟ يعني مش شرط ابيع لك المنتج ده. مش شرط يعني حاجه فور حاجات تعليميه ممكن ولا لا؟ اه اه اه، عادي جدا. اه لو انا فاهمه صح، يعني انت يعني قصدك ان اه احنا اه انت عايزه تاخدي كورس مثلا مجرد انك بتتعلمي حاجه، ولا ايه بالظبط؟ عشان بس افهم انك انت السؤال. يعني اللي انا فاهماه ان هو موبايل ابلكيشن بيتصمم ويتعمل له الواجهة بتاعته، وبعد كده استخدامه والحاجات دي كلها. حلو. انا ممكن اعمل الموبايل ابلكيشن ده على حاجة ساينتفك، مش شرط ان انا ابيع لك المنتج ده. ممكن اعملها على حاجة فيها ستودنت وفيها طلبة، وفي تايتل في توبيك بديهوله. عارفة حاجة شبه كده يعني، اه، ولا بعيد خالص اللي انا بفكر فيه؟ انت قصدك انك تعملي منتج ليك انت؟ لا ما اقصدش، اقصد ان انا الابلكيشن ده يستخدمه الستودنت في انه يفهم الحاجه اللي انت بتشرحها له دي. يعني اه اه كمنصة تعليمية كده مثلا. اه تقريبا مش هتبقى منصه بمعنى يعني ما ما هياش هو بلاتفورم، لان دي بتحتاج موافقات وكلام من ده. لا هي مم. تبقى ابلكيشن بسيط، ان هو انت هتقولي له حل الكويز ده عليه مثلا. بديكي مثال اه. سيمبل مثلا، مم. حاجه زي كده مثلا. انا كنت شغاله مع حد، يعني مع عميل كده، كان عامل ابلكيشن مجرد ان هو بينظم فكره دروس جوه سنتر، بياخد حضور تمام. وغياب من خلال الابلكيشن بس. انا هو مجرد اقصد كده بقى اه، اه اه سواء بقى هو اتندنس، بيظل سواء اسمه كويز، برودكت سواء برضه، صح؟ اكزام. ايا كان اه الوظيفة بتاعته هو بيسمى برودكت. مظبوط. اه يعني انت كده كده اصلا بتتعلمي انك تعملي البرودكت، ايا كان بقى هو برودكت كبير قوي محتاج ان هو ناس كتير قوي تشتغل فيه، ولا مجرد برودكت بسيط مثلا محتاج حد واحد بس يكمل بعدك. فعادي جدا. يعني انا بقول لك هو ان محتاج تكون شغاله على الابلكيشن فعلي. كل الابلكيشن بيعمله هو بس بياخد غياب الطلبه على الابلكيشن. سنتر بياخد غياب الطلبه على الابلكيشن وبيبعت تقارير لولي الامر بس. بالظبط، يعني زي الجوجل فورم. انا ممكن اخد اه منه اتندنس، ممكن اخد منه كوتشنير، ممكن اخد منه حاجات كتير. اقصد حاجه شبه كده. هل ينفع اه فعلا باليو اي واليو اكس؟ ايوه. هو ده الاساس اصلا، ده البدايه، لانك اصلا بصي اليو اي واليو اكس هو بدايه ان انا يبقى عندي فكره. تمام. ادرس الفكره، ادرس الناس اللي انا بوجه لهم الفكره. يعني انا مثلا اشوف مثلا الفكره دي هيتعامل معاها طالب، طب الطالب ده محتاج يتعامل مثلا ابلكيشن عامل ازاي مثلا. ايوه تمام. وابدا احط حلول وديزاين للابلكيشن ده واعمل الابلكيشن في مظبوط صح. الاخر. شكرا. العفو جدا. مين تاني كان عايز آه، يسال؟ او هو احنا بس مش هندرس الموبايل ابليكيشن بس، احنا كمان هندرس الويب سايت، صح ولا ايه؟ اه
طيب. هيدرس موبايل ابلكيشن، ويب سايت، وداشبورد. طيب انا بس عندي استفسار، لان انا يعني انا بعمل رساله الدكتوراه بتاعتي في موبايل ابلكيشن لمؤسسه ما يعني. فانا اوكي. عايزه اعرف انا هعرف اطلع منه اللي هي الاناليزز، اللي انا مثلا اقدر اعمل تحليلات بقى للسن المعين اللي هيستعمل الابلكيشن ده. الكلام ده هعرف اطلعه ان شاء الله في الكورس ولا ايه؟ ده عايزه اقول لك ان دي اصلا اول بقى مراحل هنبتدي فيها، يعني امم. متهيألي دي اه. تاني او تالت زي محاضره الاستبيانات اصلا في وكده برضه، الكورس. صح؟ ايه. واقدر اعمل استبيان والكلام ده اه، مظبوط. كل الحاجات دي انا عاملها، يعني عايزه اقول لك اه. ان دي فعلا ده تاني او تالت محاضره معانا. طيب تمام قوي. طب في حاجه كمان انا عندي هل ينفع برضه اعمل لو هعمل موبايل ابلكيشن احط فيه فيديو، ولا لازم باشتراك بقى في البرنامج نفسه، ولا ده ملوش علاقه؟ مش احنا اللي بنعمل كده خالص. انت الموبايل ابلكيشن احنا بنديزاين، تمام، مم. بتحطي ان هنا مثلا انا هعمل فيديو، هنا محتاجه اعمل مم. فيديو. مم. طب مين المسؤول ان هو يعمل الفيديو ده؟ النقطه اللي بعدها اللي هي ال الشخص اللي بيعمل الكود للابلكيشن. المبرمج، تمام. ايوه كنت اه، عايزه اقول. بيبدا لا، هو هو انا بقى انا يرفع. قصدي انا هصمم الفيديو اصلا وارفعه، تمام، هيترفع وهيشتغل ولا لا؟ لازم ده حد شغل يكونه. حد تاني، اه، يعني يعني ده مش هيبقى شغل اكتف، اليو. يعني الفيديو مش هيتاكتف، هيبقى بس مجرد صوره. ايوه بالظبط كده. او عشان اكتفه لازم اروح لمبرمج بقى. ايوه هو طبعا. مم. يعني هو عشان انا اصلا اشغل الفيديو يشتغل، يعني انا مثلا هعمل زي بروتوتايب مثلا للحاجه دي، تمام. يعني انا ممكن اشير معاكي مثلا حاجه. خليني مثلا حاجه بسيطه كده اوريكي احنا ممكن نكون، بس هي بدائيه جدا، فاهمه. آه، ثواني بيحمل بس. تمام. بصي انا لو فتحت مثلا هنا مثلا، بصي هو انيميشن بسيط جدا، ده اللي احنا بنبدأ نعمله، فاهمة. ممكن مثلا اوريكي حاجة تانية. ده شكل مثلا حاجة تانية، ده مثلا اللوجو مثلا بيشتغل ازاي. ببدأ احرك في اللوجو، تمام. في مثلا ان انا لو عندي سكرينز كتير مثلا ببدأ احاكي مثلا ان انا لما يضغط على الزرار ده واعمل ده فعلا، تمام. بس مش بعمله كنازل للسوق، لا انا بعمله عشان اوريه للعميل. يعني مثلا انت لو بتعملي برزنتيشن مثلا للرسالة بتاعتك، فانت ممكن مم. تعملي الابلكيشن كله وتعملي له بروتوتايب الحاجه مم. بتشتغل جوه ازاي، تمام. بس اه، يعني مجرد ده ان انا متاح في ما اضغط الفيديو. على زرار، ما اضغط على مم. زرار يوديني للصفحه الفلانيه. اما مم. اضغط على هنا مثلا يظهر لي كيبورد، اما اضغط على هنا يظهر لي قائمه معينه. لكن مش هبدا اشغل الحاجه دي ان هو نازله للسوق وفي فيديو بيبدا يشتغل وهكذا، تمام. فهي بتبقى البروتوتايب اللي انا ببدا اعرضه اصلا على الناس، ببدا اعرضه على الديفلوبر عشان يعمل الشكل اللي انا عايزاه بالظبط، تمام. اه تمام كده انا فهمت. مش انا حلو عندي جدا. بس سؤال يعني واحد. معلش الجزء بتاع الموشن نفسه انا اللي بعمله برضو. اه، بس يبقى موشن مش اوفر موشن. يعني مثلا انت جالك فكره مثلا انك محتاجه تحركي مثلا اللوجو يطلع فوق وينزل تحت، فانت محتاجه تروحي تقولي للديفلوبر انا محتاجه احرك اللوجو يطلع فوق وينزل تحت، اقول لك لا ما اعرفش. فلازم انت تبقي توري له مثلا هو الحركه مثلا زي ما انا وريتك مثلا ان هنا مثلا، ثانيه واحده، هنا مثلا انا عايزه اقول له مثلا ان اللوجو مثلا كلمه نون دي بتدخل تتحرك مثلا بشكل ما. في هنا مثلا اللي هي بتاعت مرسول دي الثلاث نقط بيتحركوا لفوق ولتحت. فهو مش فاهم اصلا، انت ما تقولي له بيتحركوا لفوق ولتحت افتكر طب الثلاث نقط بيتحركوا مع بعض، بيتحركوا كل واحده لوحدها. فهو بتبقى حاجات بسيطه قوي واحنا بنتعلمها كده كده اصلا في الكورس. يعني انت اصلا في الكورس هتبقي طالعه متعلمه اصلا ازاي تحركي الحاجات دي، تمام. قولي يا ايه. انا عايزه اسال سؤالين. اكيد قولي. اول سؤال، البرنامج فيجما ده عادي لو بينزل على اي لابتوب، ولا لازم لابتوب عالي يعني لا، امكانياته عالية؟ هي ابسط لابتوب بجد، هو برنامج طيب قوي، نزليه على اي لابتوب هيشتغل معاكي. عشان سمعت ان في حاجات ادوات معينه لازم اللي يكون اللاب عالي عشان تشتغل عليه. لا لا، يعني احنا لسه في مرحله ما مش محتاجه اصلا لابتوب عالي خالص. واللابتوب اي لابتوب هيعمل كل الشغل اللي احنا محتاجين نعمله الفتره دي.
تمام. السؤال التاني بقى هو مرتبط بالبنوتة اللي هي سألت قبل اللي قبلية. هي بتقول ان احنا نقدر نعمل تصميم يعني تعليمي او كده، واحنا اللي نختار. مش المفروض ان ده شغلة المبرمجين، احنا بس بنصمم بس، صح؟ يعني احنا بنصمم التصميم انا والمبرمج هو على حسب ما انا كنت فاهماها، هي بتتكلم على ان المجال ده مش لازم اكون بصمم ابلكيشن كبير قوي بسوفت وير بقى واللي هو يعني ممكن ابدا اعمل ابلكيشن بدايه قوي. انا حتى رديت عليها قلت لها انت بتحتاجي معاكي شخص مثلا كمان بالكثير قوي او شخصين اللي هو بيكملوا الشغل بعدك. يعني مش محتاج بقى عمالقه ومحتاج مثلا شركه كبيره عشان اعمل برودكت مثلا كبير. لا، هي مجرد ان هي مثلا عندها فكره بسيطه. مثلا الستودنت مثلا بتاخد غياب، بترفع مثلا حضور، بترفع لهم مثلا محاضرة عليها. فهي مش محتاجة غير ان هي بتعمل تصميم وحد بيكود يعني الابلكيشن البسيط ده برضه بطريقة بسيطة برضه. طب احنا عشان ننزل شغلنا بقى، وعشان مثلا على البورتفوليو او كده، لازم يكون معانا حد تاني يشاركنا مبرمج عشان نقدر ان احنا لا، نوري بقى شغلنا. مش دعوة. انت محتاجة انك تبيني بس مهاراتك في الديزاين. مش محتاجة تبيني الشغل بتاعك ده بيشتغل ولا لا. اي شغل ينفع يشتغل. دي يعني دي, بنقدر دي ناخد نقطة. شغلنا نحط اي بورتفوليو من غير. ديزاين. ايه. اه، نقدر ناخد الديزاين اللي احنا عاملاه ده من غير ما يكمل. اه، عادي. مفيش. هو اصلا انت بتشتغلي ايه؟ بتشتغلي يو اي يو اكس ديزاين. انت هتروحي تعملي في الانترفيو في ايه؟ يو اي يو اكس. هيجي يسالك في كود، هيستنى منك انك مثلا عامله الكود ولا لا، مشغله الحاجه ولا لا. لا. مم. يعني انت اصلا لو طب اتفرجتي على وانا البيهانس، لو قولي. طب كان المفروض يبقى عندي مثلا خلفيه للفوتوشوب، او مثلا اللي هي البرامج بتاعه ال 3 دي زي بلندر او 3 دي ماكس او كده. يعني مثلا بشوف تصميمات بيبقى فيه 3 دي معمول، او ديزاين معين. انا لو في دماغي ديزاين، انا حاسه المفروض ان انا اللي بنفذ ده. هو انت خريجه ايه؟ عماره. انا حاسه ان انت قلتي 3 مجالات في نفس الوقت. فوتوشوب لا، و3 دي انا ماكس اي يو اكس. مش قصدي. انا مثلا بشوف كان بيطلع لي مثلا فيديوهات اليو اي واليو اكس. بيبقى مثلا في فكره او في تصميم معين في دماغي، انا عايزه اعمله في الويب او عايزه اعمله في الابلكيشن ده. فانا مثلا محتاجه حاجه معينه زي مثلا 3 دي بسيط، بيضاف لفيجما عشان خاطر يدي الشكل اللي انا عايزاه او الفكره اللي انا عايزاها، بعيدا عن الانيميشن او بعيدا عن اي حاجه بعد كده بتتفعل من. ماشي، حلو. هقول لك. بصي يا ستي، انت لما تيجي تشتغلي في شركه، يعني عايز لك اهو، انا اول بداياتي اشتغلت في شركه يعني بسيطة قوي قوي. يعني أنا عايزة أقول لك الشركة دي كانت صالة في شقة. كل واحد معاه لابتوب، جهاز كده وخلاص. تمام. الشركة البسيطة دي اللي هي أبسط شركة أنا ممكن أكون اشتغلت فيها، كان معايا موشن جرافيك وجرافيك ديزاينر. بيعمل لي إيه؟ بيعمل لي الديزاينات دي. تمام. انا بستلم منه ديزاينات انا ما بيبقاش لي علاقه بيها خالص. تمام. هات الديزاينات جاهزه يا عم، انا ماليش علاقه الصوره دي عامله ازاي، شغاله ازاي. طيب مين بقى اللي بيحدد الصور دي؟ احنا الاثنين بنبدا نحدد، نشوف ايه المتاح، ايه اللي بيحتاج يتعمل. قبل ما انا احدد، في عميل محتاج ان انا اساله انت محتاج تحط ايه. تمام. يعني في عميل كده بنقعد معاه يقول بقى لا انا محتاج الصور مثلا شكل مثلا العماره مثلا الواجهه بتاعتها مثلا معموله بشكل ما، معموله ويبدا يديكي مثلا مود بورد. مثلا مود بورد دي عباره مثلا اللي هو الصور مثلا اللي انت بتعمل منها انسبيريشن، انا عايز حاجات شبه دي. تمام. فيبدا بقى نقعد انا والجرافيك ديزاين، انا محتاج الصوره مقاس كذا في كذا، محتاج تحط لي فيها كذا، محتاج بقى الوانها تبقى كذا لان احنا الابلكيشن كله معمول بالوان معينه. يبدا الجرافيك ديزاين يقول لك انا عملتها، خدي الفايل اهو حطيه بس. طيب انا دلوقتي في مرحله ان انا بتعلم ومحتاجه اعمل البورتفوليو بتاعي ده. بنعمل ايه؟ نعمل ان احنا بنستعين بقى بالنت، بنشتغل مثلا على بنجيب مثلا الصور بجوده عاليه جدا. طبعا دي بتبقى مرحله متعبه شويه ان احنا نوصل للصوره، لان انا عارفه ان كل الناس، انا طبعا مريت بالمرحله دي، هتفضل قاعد بتدور على صوره معينه في دماغك ممكن تقعد فيها يوم كامل. انا لا، انا عايز شكل المروحه دي مدوره مش مربعه. طب ما تشتغل مربعه، ما هو ده يدي ديزاين روح وده يدي ديزاين روح. لا، احنا ده دماغنا وانا هشوف دوت كده كده معاكم يعني. تمام. فاحنا في معلش، فتره. قولي. هو النت فصل فانا ما سمعتش حضرتك قلت ايه على حوار ال 3 دي او الفكره اللي بتبقى في دماغك في الديزاين. تمام، ماشي. الخلاصه كلها ان انا قلت ان احنا بيبقى معاكي جرافيك ديزاين. فانا بقول لك ان انا اشتغلت في اقل شركه اشتغلت فيها كان معايا جرافيك ديزاين اصلا. تمام. الجرافيك ديزاين ده انا مش انا اللي بختار اصلا الصوره عامله ازاي ولا بختار الشكل عامل ازاي. اللي بيختار في عميل انا بقعد معاه بيقول لك انا محتاج الصوره دي تبقى بالشكل الفلاني.
تمام. مش بعيد العميل مثلا لو تمام. هو بيبيع منتج بيجيب لك صورة المنتج اصلا. تمام. طيب تمام. هو مثلا ممكن يديكي مثلا شويه صور كده ويقول لك خدي بقى الصور دي، انا محتاج مثلا في الحته دي، يعني محتاج الشكل يبقى مثلا شبه الاشكال دي. بنقعد مع الجرافيك ديزاينر. طب انا لو بشتغل في البيت، لو بعمل مثلا بروجكتس لوحدي عشان ابني مثلا بورتفوليو كويس، ما هي دي لو بقى انا دي محتاجه حاجه زي كده. ماشي، دي النقطه بقى اللي انا كنت بتكلم فيها التانيه. انا دلوقتي ما بشتغلش في شركه، انا بشتغل بعمل ايه، بستعين بالنت. تمام. مفيش اكتر من مواقع تمام. الصور بنبدا ان احنا نسيرش عليها على جوده صور كويسه. تمام. فكنت لسه بقول لزمايلك انا عارفه ان انا هيقابلني ناس قاعده 24 ساعه بتدور على صوره معينه، مع ان الصوره دي هي مم. شبه الصوره دي ممكن نقدر نمشيها. تمام. فاحنا بيبقى تمام. خلقنا هيوسع كده. تمام. وان احنا محتاجين ان احنا بنستخدم اي صور عادي، المهم ان الصور دي جودتها كويسه وشكلها كويس. وموضوع الصور ده تمام. يعني انا هديكي اكتر من 4 5 مواقع اصلا بيجيبي منهم جوده الصور كويسه، الموضوع مش يعني مش مقلق، فاهمه. خلاص تمام، شكرا. ايه تاني؟ بس احنا دلوقتي لو شغالين في شركة مثلا وعملنا لهم خلاص تصميم لل... للبرنامج بتاعهم، يعني هيحتاجونا في ايه تاني؟ خلاص احنا مثلا خلصنا الشغل معاهم، يعني اصلا هل ده شغل مستمر؟ اه. ليه هو ايه. الفيسبوك ما بينزلوش ابديت جديد؟ مش بيغيروا شكل الايكون؟ اه. مش بيغيروا شكل مكان البار بتاع مثلا شكل الشير، شكل الحاجات دي؟ مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ ما انت. بس كل ده بيبقى فول تايم ولا اللي هو باي بروجكت، فول او اللي هو تايم. انا عايزه اغير دلوقتي فهحتاج بقى حد معايا بس يو اي؟ اقول لكم حاجه مهمه، بس انت في الشركه احنا مثلا دلوقتي الابلكيشن هنعمله هياخد مننا مثلا مده الكورس. تمام. الواقع احنا بنقعد كتير وتعديلات بقى، يعني كل يوم تعديل ومناقشه. مثلا ديفلوبر يقول لك لا انا مش هعرف اعمل دي، فترجع تاني تبدا تحاول تعمل بشكل تاني، فنرجع وبتاع. الحوار ما بيمشيش في شهر واتنين، لا ده يعني كتير قوي. ونبدا مثلا نعمل، يطلع برودكشن، ارجع تاني من البرودكشن ده احنا محتاجين نصغر الكلمه اللي في السطر الثالث عشان عامله لنا مشكله على البرودكشن. متخيله؟ فانت لازم تصغريها، فتشوفي المقاس مناسب، فترجعي للديفلوبر عشان يبدا يعمل. فلا انت مش بيستغنوا عنك، احنا بنبدا معاكي. يعني حد زي نون او اللي هو اللي عنده برودكت واحد بس، احنا كل يوم بيعملوا سيرش عشان يشوفوا اصلا الترندات اللي نازله في مواسم. يعني مثلا النون ده يجي مثلا في وقت عيد الأم بيعمل سيكشن مثلا لعيد الأم. مثلا ممكن تلاقي مثلا وقت العيد عامل سيكشن للعيد، لحاجات العيد، سيكشن لحاجات عيد الأم مثلا، لأوفرز مثلا معينة. لا ده أنا محتاجة أنزل دلوقتي شكل دعاية مثلا لأوفر معين. فهو محتاجك طول السنة لأن في ترندات، فاهمة؟ تمام، شكرا. شكرا ليك. آه عندي سؤال معلش، هو عدد السكرينات في الآب مين اللي بيحددها؟ يعني مين اللي بيحددها؟ الابلكيشن محتاج ايه. ممكن تتعدى مش عايزه اقول لك، بس ممكن تتعدى ال 200. تمام. مم. ليه مم. 200؟ لان مثلا هنا فتح لي مسج، بعمل المسج دي سكرين لوحدها، وبفتح قبلها سكرين لوحدها، وما اضغط على حاجه بعمل ده سكرين لوحدها. تمام. هما اعداد كبير، يعني اللي بيحدد الوظيفه بتاعت الابلكيشن لا انا ولا الديفلوبر ولا الكلاينت. الوظيفه. ممكن الكلاينت يقول لك لا انا عايز 10 سكرينات بس. تمام. ليه؟ عشان هو مش عايز يدفع، هو مم. عنده بادجت معينه مش محتاج. بتبدا تقعدي تفهميه والله انت لا، انت لو انا عملت ال10 سكرينات دول، طب انت لما تضغط على الحاجه الفلانيه هتروح فين؟ لما اضغط على الحاجه مم. الفلانيه يبدا يقول لك مثلا لا لا اعملي بس دول مثلا. خلاص انت مسؤوله ان هو من الاخر ايه، ريح الزبون. لكن في الواقع والفعلي اللي بيحدد لي عدد السكرينات هو الوظيفه اللي انا محتاجه اعملها. انت عايز وظيفه مثلا انك هتشتري مثلا حاجه من خلال الابلكيشن، فانت محتاج مثلا تعمل الهوم، محتاج انك تعمل مثلا سيرش، محتاج انك تعمل الكارت بتاعتك، محتاج مثلا لا ده مثلا في ناس مثلا تقول لك ايه، لا ده انا محتاج فيتشر مثلا اللي هو تراك للاوردر بتاعي، فانت محتاج تعمل سكرين للتراك الاوردر. فعلى حسب الفيتشرز اللي انت عاملها، على حسب الوظيفه اللي انت عاملها، على حسب الامكانيات اصلا اللي انت حاططها في الابلكيشن، هو ده اللي بيتحدد على اساسه عدد السكرين. مم. تمام. تمام. ايه تاني؟ حد عنده اسئله تانية؟ اه معلش، آخر سؤال. أم هو انا حاليا شكل الايقونات اللي موجودة في الابليكيشن
البسيطة 2D ولا المجسمة؟ عشان أنا شفت حاجات مجسمة وبشوف حاجات مسطحة، فمش عارفة مين فيهم يعني الأحدث الأحسن. الفلات، المسطح، وكده كده هتعلم دوت يعني بعد كده. يعني وفي الأول هتستخدموا ال 3D وهتقولوا إن ده شكلها أحلى. بعدين في آخر بقى الكورس هتقولوا إن الفلات أحلى. ده عادي. يعني في حاجات كتير قوي انت كيوزر ممكن تكوني شايفاها دي شكلها احلى، ما هو ال 3D شكله احلى، ده الوان وحاجه مجسمه وكده. بس بعد كده هتلاقي ان كل ما الحاجه كانت بسيطه وسيمبل كانت احلى بكتير. كده كده كل الحاجات دي، وامتى نختار ده وامتى نعمل ده، كل ده هنتعلمه يعني ما تقلقوش. ايه تاني؟ حد عنده اسئله تانية؟ طيب انا غالبا بس ما شفتش الشات، فممكن ارد على الاسئله. آه، اللي هو فكرة البرنامج ينفع لويب سايت وابلكيشنز دي احنا اتكلمنا فيها. احنا قلنا ان احنا نتعلم الابلكيشنز والويب سايت والداشبورد. تمام. وفي سؤال كمان، وظيفة البروتوتايبنج فيجما. احنا وظيفة البروتوتايبنج زي ما قلت عشان انا محتاجة اوري الديفلوبر والكلاينت بتاعي اللي هو صاحب الشغل بقى، محتاجة اوري له الابلكيشن ده هيشتغل ازاي. زي محاكاة كده، شوف الابلكيشن اهوت، فيوافق عليه او يرفض. يعني في حاجات مثلا ممكن يجي في البروتوتايبنج يقول لك لا والله، بعد ما يشوفها بقى شكلها وهي بتشتغل يقول لك لا انا عايز شكلها مثلا، لا لو كانت مدوره كانت هتبقى احسن. كذلك الديفلوبر مش هيعرف يشتغل شغله. تمام. يعني مش هينفع، مش هيطلع لك الابلكيشن زي ما انت عاملاه في الديزاين غير لما يشوف البروتوتايبنج، عشان يشوف مثلا ايه الزرار ده بيودي على فين وايه بيروح على فين. فالبروتوتايبنج مهم، ان هو كده كده على اساسه بيبني الشغل اللي بعد كده عشان ينزل السوق. تمام. انا كده اعتقد جاوبت على الاسئله اللي حتى في الشات. ها، حد عنده اسئله تانية؟ ميرسي جدا ليكي. العفو. شكرا انتوا ليكوا بجد. يعني انا استمتعت. تمام. واتمنى كمان انتوا تكونوا يعني استمتعتوا كده معايا وفهمتوا. وإن شاء الله أشوفكم تاني أو نلتقي تاني يعني المحاضرة الجاية إن شاء الله نكون بقى بنبدأ ونشتغل فعلي. فإن شاء الله من المرة الجاية كله بقى يبقى معاه اللابات. أنا وريتكم الواجهة بتاعت فيجما، حاولوا إنكم يعني تفرحوني كده، والمرة الجاية تقولوا إن إحنا استخدمنا كذا. حاولنا نعمل مثلا مربعات بألوان معينة بمقاسات مختلفة. عود إيدك بس إنك ترسم المربعات، أنا مش عايزة أكتر من كده. تمام. لحد ما إن شاء الله نبدأ بقى المحاضرة الجاية إن شاء الله فعليا، نبدأ نجرب بقى بإيدينا وناخد حاجات اكتر يعني، ونبدا نشتغل في اليو اكس والريسيرش وهكذا. تمام. شكرا لكم جدا والله، واستمتعت، وان شاء الله تكون يعني مرحله حلوه ليا وليكم. تمام. ونستمتع كده كلنا. حد عايز اي حاجه قبل ما نكون بنقفل؟ انا حابب الاول والله اشكر حضرتك يا باشمهندس معيار عشان الحاج الجميل ده، يا رب تكونوا كلكم استفدتوا معانا. مبسوطين جدا والله انكم كنتوا معانا النهارده في السيشن، وان شاء الله تكونوا خدتوا اول خطوه حقيقيه في الطريق في المجال بتاع اليو اي يو اكس. ولو حاسين فعلا ان المجال ده فعلا مناسب ليكم وعايزين تبداوا بشكل احترافي، فاحنا جايين لميعاد المفاجاه بتاعتنا بقى اللي قلنا نعملها في الاخر ان شاء الله. وهي ان احنا لينا اوفر لوحدنا مخصوص. المفروض ان احنا معانا اوفر 50% كان لاول 10 مشتركين، بس الاوفر ده خلص معانا ال 10 حجز وخلاص يعني. فاحنا هنمد الاوفر ده ليكم سبيشال للناس اللي حضرت معانا النهارده، وهيبقى ليكم خصم 50% اللي هو احنا كنا مشغلينه ده لمده 24 ساعه، وبعدها العرض هيخلص لانه حقيقي عرض ما يفوتش يعني. ولو حد عنده اي استفسار او استفسار في المجال فيقدر يتواصل معانا، واحنا هنوجهكم ونساعدكم خطوه خطوه ان شاء الله. واحنا كده خلصنا السيشن بتاعتنا النهارده، لو حد عنده اي استفسار يكلمني. نورتونا والله. شكرا. شكرا ليكم يا شباب، ونتواصل المره الجايه ان شاء الله. باي باي.